السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حبايبي طلبة الثانوية العامة، أهلا بيكم في فيديو جديد. إن شاء الله النهاردة هنشتغل مع بعض Lesson 2 في Solid Geometry Unit 2 وبيتكلم عن Equation of a Plane in Space. قبل ما أخش في الإكسرسايز على طول تعالى أفرق لك الأول ما بين اللاين والبلين لأن الاتنين هيدخلوا في بعض النهاردة في المسائل. بص يا باشا، أنا دلوقتي لو عندي هنا لاين وبلين، أدي اللاين وأدي البلين، تمام كده؟ عشان أكتب Equation لاين محتاج ايه؟ محتاج بوينت ودايركشن فيكتور بتاع اللاين ده، صح كده؟ طب عشان اكتب ايكويشن بلين زي ما قلت لك محتاج بوينت ونورمال تو ذا بلين، يعني بيربنديكولار على البلين، صح كده؟ طيب تعالى لو انا معايا البوينت هنا اسمها ايه؟ اللي احنا بنقول عليها x1 y1 z1، صح كده؟ طيب والدايركشن فيكتور بنقول عليه ايه؟ بنقول عليه a وb وc، صح؟ عشان اكتب الايكويشن الاولى اللي هي تعتبر الفيكتور ايكويشن كان بيبقى ايه؟ R equal A plus T في الدايركشن فيكتور، صح كده؟ والتي ده كونستانت نوت ايكوال زيرو. ده اول منظر لايكويشن اللاين، صح؟ طيب المنظر الثاني اللي هو ايه بقى؟ اللي هو الكارتيزيان ايكويشن اللي هي بتبقى x minus x1 اوفر ال A اللي هو الدايركشن فيكتور اللي هو اول رقم في الدايركشن فيكتور equal y minus y1 اوفر ال B equal z minus z1 over c، صح؟ طب المنظر الثالث ايه بقى؟ اللي هو البارامتريك ايكويشنز اللي هي الاكس equal x1 plus at والy equal y1 plus bt والz equal z1 plus c في t، صح كده؟ دول الثلاث اشكال بتوع الايكويشن اوف ستريت لاين. يبقى لو شفت r equal point plus t دي يبقى ده لاين، لو شفت المنظر ده برضو ايكويشن لاين، ولو شفت البارامتريك ايكويشنز يبقى دي برضو ايكويشن اوف ستريت لاين. طب البلين بقى، انا برضو هيبقى معايا بوينت A، اهم حاجه يبقى معايا بوينت زي x1 y1 z1 والبربنديكولار تو ذا بلين اللي احنا بنسميه النورمال بنسميه n، برضو ممكن نديله سيمبلز A وبي وسي، صح؟ حلو. لو انا عايز الايكويشن الاولى اللي هي الفيكتور فورم، اللي هي مين بقى الفيكتور فورم؟ اللي هي n دوت r equal n دوت a، وطبعا ال a ده بوينت على البلين، البوينت اللي انا قلت عليها، وال n اللي هو النورمال، والار ده بيبقى بوزيشن اوف اني بوينت. طب لو انا عايز احولها للجنرال ايكويشن اللي هي عامله ازاي بقى؟ بنحول ال n نحط الثلاث ارقام اللي هم ال a وال b وال c بتوع ال n دوت الار ده اللي هو بوزيشن فيكتور في اني بوينت، ممكن نكتبه ايه؟ x y z ايكوال ان تاني دوت الايه اللي هي البوينت اللي انت هتبقى عارفها، فهتعمل لهم دوت برودكت هيطلع لك رقم كونستنت، يعني هنا هيطلع لك اي كونستنت ممكن اسميه مثلا k او اي حاجه، تمام؟ وبعد كده نعمل الدوت هنا ax بلس by بلس cz ايكوال الكونستنت ده او تدخل الكونستنت جوه بالماينس اي حاجه او بعكس اشارته، يعني يبقى المنظر ده برضو ايكويشن بلين. يبقى لو شفت المنظر ده قدامك يبقى ده برضو ايكويشن اوف ايه؟ اوف ا بلين. تمام يا شباب؟ طيب يا شباب نرجع بقى لموضوعنا اللي هو الاكسرسايز بتاع الدرس بتاعنا. تمام؟ وتعالى نشوف اول سؤال بيقول ايه. اهو نكبر بس الدنيا شويه كده، اهو اول سؤال اهو. بيقول the equation of the plane xy. في حاجات مميزه كده عندنا، ايكويشن الاكس واي بلين طبعا مشهور، يبقى الزد ايكوال كام؟ الزد ايكوال 0. تمام. اللي بعده the normal direction vector to the plane. انا لسه قايل لك اهو المنظر ده كده يبقى ايكويشن بلين طبعا. النورمال بيبقى اللي هو الكوفيشنتس بتاعت الاكس والواي والزد اللي هو نيجاتيف 2 ونيجاتيف 4 و1، نيجاتيف 2 ونيجاتيف 4 و1 اللي هي دي. حلو قوي. اللي بعده على طول كده شويه اسئله كده سريعه مسخن بيها. عندي هنا بص المنظر ده كده لما اقول لك اهو كده، ده كده ايكويشن ايه؟ ده كده ايكويشن بلين طبعا. ده كده ان دوت ار اهو، ان دوت ار ايكوال 0 دي بقى اللي هي ايه؟ اللي هي الان دوت اي، صح كده؟ بيقول لك ان دي الفيكتور فورم اوف ذا ايكويشن اوف ذا بلين. هو الراجل حتى واضح وصريح بيقول لك الايكويشن دي هي الفيكتور بتاع البلين بس ثرو ذا اوريجن بوينت، وطالما بيعدي على الاوريجن بوينت يبقى لما نيجي نعمل ان دوت ايه ما انا ممكن اخد النقطه اللي هي الاوريجن ان دوت او مثلا، فهيطلع الدوت بزيرو طبعا اكيد، عشان كده الجنب ده طالع زيرو عشان هو بيعدي على الايه؟ على الاوريجن بوينت.
طيب يبقى الجنرال ايكويشن ايه؟ احنا اتفقنا البوينت هي الايكويشن، قصدي هو مديني 5 ونيجاتيف 1 و2. دوت الار احنا اتفقنا ان الار ده بوزيشن فيكتور في اني بوينت، ممكن نكتبه اكس وواي وزد. مظبوط؟ ايكوال كام هناك؟ ايكوال 0. اهي ايكوال 0. بس يلا نعمل الدوت، يبقى 5x ماينس واي بلس 2z ايكوال 0. بس هو عايز الجنرال ايكويشن دي اللي هي 5x ماينس واي بلس 2z ايكوال 0. اهي اللي هي دي تبقى بي. ماشي. السؤال الرابع برضو هنا مديني الجنرال ايكويشن المره دي اهو. الجنرال ايكويشن اهي 3x ماينس 5y ماينس 4z ماينس 27 ايكوال 0. دي الجنرال فورم اوف ايكويشن اوف بلين. then the vector form of its equation is ايه؟ هو عايز ده مديني كده الجنرال ايكويشن وعايز الايه؟ الفيكتور ايكويشن. طيب الفيكتور ايكويشن انا لازم يكون معايا الان اللي هو مين بقى؟ الان اللي هو 3 ونيجاتيف 5 ونيجاتيف 4. هي المفروض تبقى كده ان دوت ار ايكوال ايه؟ ان دوت ايه. مظبوط؟ صح كده. الان اللي هو 3 ونيجاتيف 5 اهي 3 ونيجاتيف 5 ونيجاتيف 4. دوت الار اللي احنا هنسيبها ار زي ما هي. طب ان دوت ايه اللي هو مين يا شباب؟ انا شايف اللي هو يا ترى 27 ولا نيجاتيف 27، وهو هناك كده هو ده ان دوت ايه، يعني نقل لي بس ال 27 دي الناحيه الثانيه يبقى كده هنا ايكوال 27. هي دي ان دوت ايه على بعضها لما بنفكها لايه؟ لجنرال فورم. يبقى الاجابه هنا هتبقى 3 ونيجاتيف 5 ونيجاتيف 4 دوت الار ايكوال 27 طبعا اللي هي ايه. ماشي. نشوف السؤال اللي بعده. The equation of the plane passing through the point ادي نقطة and the vector 2 1 و 3 is perpendicular to the plane. صح كده؟ يبقى ده كده الان. طالما قال لك ان ده فيكتور perpendicular على البلين يبقى ده كده الان، لان الان ليه مواضيع معانا لو مش موجود طبعا واحنا ايه اتكلمنا فيها كتير. هو عايز الجنرال ايكويشن. تعالى احنا نكتب القانون. القانون بيقول ايه؟ ان دوت ار ايكوال ان دوت ايه. صح يا مستر؟ هو عايزها جنرال. ماشي، انا هحط الان اللي هو 2 و1 و3 تمام كده اهو 2 و1 و3 دوت الار اللي انا هخليها اكس كوما واي كوما زد ايكوال ان تاني اللي هو 2 و1 و3 دوت ايه بقى اللي هي البوينت اللي هناك دي. هي دي البوينت اللي قال لك ان هي موجوده في البلين. يبقى دوت 1 ونيجاتيف 2 و5. طبعا ده هنعمله دوت عادي يبقى 2x بلس 1 تايمز y يعني y بلس 3z. وهنا نحسب الدوت 2 تايمز 1 ب 2 ماينس 2 0 بلس 15 يعني هيطلع الدوت هنا 15. يبقى المنظر كده اهو 2x بلس y بلس 3z ايكوال 15. يبقى هنا يا شباب وصلنا 2x بلس y بلس 3z ايكوال 15. يبقى الاجابه الصح هي B. The point 2 ونيجاتيف 1 و 3 lie on the plane مين؟ والله هجرب انا عشان اعرف اذا كان في نقطه معينه موجوده في بلين ولا لا. المفروض تساتسفاي الايكويشن. يعني لو انا خدت النقطه 2 ونيجاتيف 1 و 3 عوضت مكان الاكس والواي والزد، لو طلعت الاجابه 6 يبقى النقطه دي موجوده في البلين ده. تعالى 2، تعالى نحط هنا 2 بلس نيجاتيف 1 2 بلس نيجاتيف 1 ماينس 3 يعني دي هتبقى 1 ماينس 3 لا بنيجاتيف 2 يبقى دي كده مش مظبوطه، يبقى النقطه دي مش موجوده هنا. تعالى نشوف البي هنا 2 تايم 2 هنحط الاكس ب 2 2 تايم 2 يبقى ده 4 ماينس 3 تايم نيجاتيف 1 يبقى بلس 3 بلس الزد اللي هي بلس 3. الكلام ده كده ايكوال 10. لا هو كاتب هنا نيجاتيف 10 يبقى مش هنا برضو. تعال نشوف دي يبقى دي كده لا دي كده برضو مش موجوده هنا. نشوف الثالثه نحط 2 يبقى ده هيبقى 6 دي هتبقى بلس 2 دي هتبقى بلس 12 ده كده 14 ده كده 20 يبقى هي دي. الكلام ده فعلا هيطلع 20 يبقى الاجابه سي. اوكي اللي بعده which of the following points belong to the plane ده برضه نفس القصه. تعال نشوف يا حبيبي حط 1 1 1 كده. طيب يلا بينا 2 تايمز 1 ب 2 3 تايمز 1 ب 3 يبقى 2 بلس 3 5 5 ماينس 1 لا يبقى مش دي. تعال نحط 1 و 2 0 حط الاكس ب 1 2 تايمز 1 ب 2 3 تايم 2 6 يبقى هنا 2 بلس 6 8 ماينس 0 لا مش 5 يبقى نحط دي. الاكس ب 0 لا مع السلامه خلاص يبقى كده 2 تايمز 3 6 ماينس ال1 ب 5 ايوه هي دي. لو انت حطيت الاكس ب 0 كده تعالى نتشيك 2 تايمز 0 ب 0 بلس
3 تايم 2 ب 6 ماينس الزد اللي هي 1 تطلع الاجابه فعلا ايه؟ 5. حلو قوي. 8 بيقول انا عندي بوينت A وبوينت B lie on the plane ده then K plus M equal كام؟ بص يا حبيبي، طالما النقطه دي والنقطه دي موجودين على البلين ده يبقى بيحققوا الايكويشن بتاعته. يعني انا لو عوضت بالاولى، يعني انا عندي ايكويشن البلين بتقول ايه؟ اهي بتقول K x بلس y kx بلس y بلس mz بلس 2 equal 0. تعال ناخد النقطة الأولانية اللي هي النقطة A اللي هي 1 و0 0. هو قال لك إن هي بتساتسفاي البلين ده أو لاي على البلين ده. يلا حط الإكس ب 1 كده، يبقى K تايمز 1 هيبقى K بلس 0 بلس 0 خلاص لأن الواي والزد ب 0 بلس 2 equal 0. صح كده؟ ودي 2 هناك، يبقى أنا كده عرفت إن الكي خلاص equal نيجاتيف 2. ماشي. طب النقطة الثانية اللي هي البي اللي هي 0 و1 و1. يلا حط في البلين هنا k تايم 0 خلاص، y هتبقى ب 1 بلس m في 1 يعني m تايمز 1 يبقى m بلس 2 equal 0. هنا الm هيطلع بنيجاتيف 3. طب هو كان عايز ايه؟ عايز الk بلس الm، يبقى الk بلس الm نيجاتيف 2 بلس نيجاتيف 3 تبقى نيجاتيف ايه؟ تبقى نيجاتيف 5. ماشي. سؤال 9 بيقول the direction cosines of the normal to the plane. طب تعالى بس نكتب مين هو النورمال to the plane الاول، اللي هو الكوفيشنتس 3 4 1. حلو. 3 و4 و1. طب انا عايز الدايركشن ايه؟ الدايركشن كوزاينز اتكررت كتير، انا عايز الدايركشن كوزاينز بتاعته، يبقى انا عايز اليونت فيكتور بتاعه. صح كده؟ نجيب بقى اليونت فيكتور اللي هو في الاتجاه الان ده. هناخد الفيكتور ان اللي هو 3 و4 و1 اوفر النورم بتاعه اللي هو 9 بلس 16 بلس 1. تمام كده؟ يطلع معانا كام بقى؟ طبعا هنحط بوزيتيف اور نيجاتيف قبله اكيد، لان ممكن يبقى ان لفوق او ان لتحت الناحيه الثانيه يعني. يعني كده الاجابه هتبقى بوزيتيف اور نيجاتيف. ده هيطلع روت 26. روت 26 يبقى 3 اوفر 26، 3 اوفر روت 26 كوما 4 اوفر روت 26 واخر واحده 1 اوفر روت 26. بس يبقى كده ايه يا شباب؟ مين هو؟ مين هو؟ اكيد هو ده. خلاص يبقى الاجابه هنا ايه؟ سي. حلو. اللي بعده the equation of the plane which parallel to the plane yz. انا عايز equation plane parallel للواي زد plane. طب لما ابقى parallel للواي زد plane، هي equation الواي زد plane نفسه x equal 0. طب لما ابقى parallel ليه، يبقى الاكس equal اي constant. صح كده؟ يبقى انا دلوقتي لما احب اجيب equation plane parallel للواي زد، يبقى المفروض يا مستر الاكس تبقى ايكوال كونستنت. طب اني كونستنت؟ اللي هو في النقطه اللي انا مديها لك دي بقى. ما هو معنى كده ان النقط اللي في البلين كلها الاكس بتاعتها ثابت، فهنا النقطه دي موجوده في البلين، يبقى الاكس هنا ب1، يبقى نثبت الاكس ايكوال ايه؟ 1 اللي هي الاجابه A. تمام. اللي بعده the equation of the plane passing through the origin point and parallel to the plane ده. طب لما يبقى عندي two planes parallel، تخيل معايا الشكل، ادي بلين اهو وادي بلين تاني باراليل ليه. تفتكر يبقى عندهم ايه؟ اهو يبقى عندهم نفس الايه؟ انا شايف ان هم يبقى عندهم نفس الان، يعني الان بتاعت ده هتبقى باراليل للان بتاعت ده، يبقى نفس الدايركشن. صح كده؟ يبقى طالما هم الاثنين باراليل يبقى عندهم نفس الان. طب هل نفس البوينتس؟ لا طبعا، يبقى البوينتس اللي هنا غير البوينتس اللي هنا. هو طالما البلين المطلوب طالما passes through the origin point، يبقى لازم تكون ايكوال 0 في الاخر، اللي هي الان دوت ايه اللي في الاخر دي تبقى ايكوال ايه؟ ايكوال 0. يبقى يا ده يا ده. طب استخدم نفس الان؟ طبعا تستخدم نفس الان. الان هنا كام؟ عشان هم باراليل، يبقى 3 ونيجاتيف 4 و5 اهي، يبقى هي دي وايكوال 0. ليه؟ عشان البلين المطلوب بيعدي على الاوريجن. صح كده؟ يبقى الان دوت ايه اللي هي بعد الايكوال هناك دي بتبقى 0. صح كده؟ يبقى الاجابه هنا ايه؟ السؤال اللي بعده 2y plus 3 2y plus 3 equal 0. تفتكر دي ايكويشن ايه؟ يا مستر ده الايكويشن دي y بس اللي موجود، يعني كانها y كونستنت. انا لو خدت ده الناحيه الثانيه هتبقى y 2y equal negative 3، يبقى الواي equal negative 3 over 2. طب لما يبقى عندي y كونستنت كده، يبقى دي ايكويشن ايه؟ في ال2 دي كنا بنقول لما يبقى الواي ثابت يبقى ايكويشن الاكس اكسس.
انما في 3 دي لما اقول الواي كونستانت يبقى ده ايكويشن مين؟ الاكس زد بلين، صح كده؟ يبقى ده ايكويشن الاكس زد بلين نفسه ولا باراليل ليه؟ باراليل ليه طبعا. ايكويشن الاكس زد بلين طبعا هتبقى الواي بزيرو، انما الواي هنا كونستانت يبقى باراليل للاكس زد بلين. يبقى الاجابه هتبقى باراليل للاكس زد بلين اللي هي بي. تمام. اوكي اللي بعده. The general form of the equation of the plane which passing through the point هو بيعدي على البوينت دي and parallel to the plane whose equation ده، يعني الايكويشن بتاعت البلين اللي هو parallel ليه ده. طب طالما بلين parallel لبلين يبقى عندهم نفس الان، صح كده؟ بلين parallel لبلين يبقى عندهم نفس الان، يبقى الان بتاعتنا خلاص الان اللي انا محتاجها ايكوال كام؟ هي نفس الان بتاعت البلين ده، ما هو ده ان دوت ار، يبقى هنا 2 و3 ونيجاتيف 5. طب بص الاول في الاختيارات كده، بص الاول في الاختيارات يمكن نوفر على نفسنا مجهود. شوف لي كده الانات اللي موجوده. انا شايف ده 2 و3 ونيجاتيف 5، يعني ممكن ده كده ممكن يبقى زي ده. طب دي 2 ونيجاتيف 3، بص لو الاشارات كلها اتغيرت ممكن برضو، انما واحده تتغير وواحده لا يبقى مش ممكن. فتعالى كده نبص، هنا 2 تمام ما اتغيرتش، انما 3 اتغيرت، يبقى ده ما ينفعش خلاص من غير ما افكر. طب بص هنا ده 2 2 لا دي 2 و 3 اصلا، يبقى ده كمان ما ينفعش. طب بص اخر واحد 2 و3 ونيجاتيف 5، طب ما دي 2 و3 ونيجاتيف 5، وده برضو 2 و3 ونيجاتيف 5، يبقى انا دلوقتي بفكر يا اما في ده يا اما في ده. ايه اللي هيعرفك بقى يا باشا لو مش عايز تتعب كتير برضو؟ مش هو اداك نقطه؟ جرب النقطه في بلين، والله لو حققت يبقى هو ده. يعني انا اجرب احط النقطه اللي هي دي نيجاتيف 2 و2 ونيجاتيف 1. تعال نجرب هنا 2 تايم نيجاتيف 2 ده هيبقى نيجاتيف 4 بلس 3 تايم 2 6 ماينس 5 تايم نيجاتيف 1 نيجاتيف 5 تايم يبقى بلس 5. تمام. جرب كده جمع، لو طلعت 7 يبقى هو ده. نيجاتيف 4 بلس 6 ب 2 بلس 5 7 يبقى هي دي خلاص. انما لو جربنا هنا طلعت كام قلنا؟ لا دي طلعت 7، هو هنا كاتب نيجاتيف 7، يبقى الاجابه الصح طبعا هي دي. تمام. السؤال اللي بعده The plane is determined by ايه؟ بحدد بلين ازاي يا شباب؟ باكتر من حاجه. يا اما يبقى عندي 2 parallel lines اقدر احدد بيهم بلين، طبعا اي 2 parallel lines يجمعهم بلين واحد. عندك intersected lines، لو انا عندي 2 intersected lines يبقى برضو يجمعهم بلين واحد. طب عندك لاين واحد ونقطه مش عليه برضو يعملوا لي بلين، يحددوا لي بلين، يبقى انا كده مشيت في اتجاه النقطه يعني. طب تعال بص نشوف اللي مكتوب كده. وطبعا كمان لو انا عندي 3 نقط مش كولينير، 3 نقط مش كولينير يعملوا لي برضو بلين، يحددوا بلين. يبقى انا عندي اكتر من حاجه، parallel lines intersecting lines لاين ونقطه مش عليه وثلاث نقط not collinear. طب بص كده بيقول لك the plane is determined by 3 distinct non-collinear points، يعني دي صح، non-collinear يحددوا بلين، يبقى دي صح. نختارها؟ لا استنى، ده هنا في all the previous. A straight line and a point outside it صح، او two intersected lines طبعا صح، والبارلل كمان صح، يبقى هنا ايه؟ all the previous. طيب يا شباب ده اللي تشوز التاني بقى اللي هو سؤال 12 عندك في الكتاب. اول سؤال فيه بيقول the equation of the plane which passes through the point 1 و 2 و 3. بلين بيعدي على نقطة اسمها 1 و 2 و 3 and parallel to مين بقى؟ قال لك parallel للاكس اكسس وللواي اكسس مع بعض. يعني يا مستر كده parallel للاكس واي بلين، وطالما parallel للاكس واي بلين يبقى الزد كونستنت. يبقى الزد ايه؟ المفروض الزد يا مستر تبقى كونستنت. طب كونستنت على مين؟ على الزد اللي في النقطة هنا اللي هي كام؟ اللي هي 3. صح كده؟ يبقى الإجابة B. ماشي. اللي بعده equation of the plane passing through the points. مديك 3 نقط اهم، ويقول لك انا عايز equation البلين اللي بتعدي على ده. تقول لي يا مستر انت قلت لي من شويه وقلت لي في الشرح برضو ان عشان اجيب equation of plane محتاج حاجتين، نقطه ونورمال. نقطه وايه؟ ونورمال. طب نقطه خير ربنا كتير ما شاء الله مديني 3 نقط. طب اجيب النورمال ازاي؟ هجيب النورمال ازاي يا مستر؟ واحد يقول لي انا فاكر افتكرت، هتسمي دي نقطه A ودي نقطه B ودي نقطه C. هنجيب AB فيكتور وAC فيكتور ونعمل لهم كروس برودكت عشان يطلع لي الان، لان الان ما بيجيش غير بكروس ل2 فيكتورز. صح كده؟ يبقى انا هجيب نقطه اسمها AB
ونقطه اسمها اي سي وتعمل لهم كروس برودكت. هقول لك بص يا باشا، المفاجاه بقى قبل ما تعمل ده كله في سؤال تشوز، تشيك على شويه حاجات كده. بص على النقط كويس قوي كده. ملاحظ حاجه؟ انا ملاحظ يا مستر ان الواي هنا ب 3 والواي هنا ب 3 والواي هنا ب 3 بس يا مستر. ايه ده بس كده؟ ايوه، ما هو لو بلين عليه 3 نقط الواي فيهم ثابته يبقى اكيد هو كونستنت، يبقى ده بارل لمين؟ بارل اكس زد بلين، يبقى الواي هنا ايه؟ الواي هنا كونستنت. لو مشيت في الطريق اللي انا قلته لك هتوصل لنفس الاجابه. حلو قوي، يبقى هنا الاجابه سي طبعا. اللي بعده the equation of the plane which parallel to x axis. انا عايز plane parallel x axis. بص يا حبيبي، انا قلت لك نوت جميله جدا جدا جدا. لو انا كتبت بلين كده ax plus by plus cz equal الدي مثلا او بلس الدي equal 0، تمام كده؟ يبقى ده بلين ما فيهوش حاجه مميزه، بلين مايل عادي كده، لا هو parallel x axis ولا هو parallel y axis ولا هو اي حاجه. طيب ابتدينا بقى نختزله في شويه حاجات. قلنا يا مستر لو شلنا الدي، لو الدي مش موجود يبقى البلين ده بيعدي على الاوريجن، يبقى البلين ده بيعدي على الايه؟ الاوريجن. طب يا عم رجع لي الدي كده، نرجع الدي. ها، طب لو شلنا الايه خالص ما بقاش فيه اكس، يعني لو جالي بالمنظر ده كده يبقى ده بارلل للاكس اكسس، يبقى بارلل لمين؟ للاكس اكسس. يبقى البلين اللي ما عندوش اكس بارلل للاكس اكسس، وبالتالي يبقى اللي ما عندوش واي بارلل للواي اكسس. طب اللي ما عندوش زد يبقى بارلل للزد اكسس. طب بص في حاجه كمان، طب لو ما عندوش الاكس وما عندوش الدي كمان يبقى مش بس بارلل للاكس اكسس، ده كونتين الاكس اكسس، يعني الاكس اكسس يبقى بارت من البلين. يبقى لو الدي موجود لا يبقى هو بارلل للاكس اكسس، يبقى البلين بتاعنا بارلل لمين؟ للاكس اكسس. انما لو الدي كمان مش موجود يبقى الاكس اكسس سبست من البلين. تمام تمام تمام. واحد يقول لي طيب لو رجعنا الدي وشلنا ده كمان، يعني يا مستر ما بقاش فيه لا اكس ولا واي. ايوه كده، يبقى الزد كونستنت، كده يبقى الزد كونستنت، يبقى ده بارلل للاكس واي بلين. يبقى لو الاثنين مش موجود، واحد يقول لي يا مستر ما هو كده بارلل للاكس وبارلل للواي، يبقى كده بارلل للاكس واي بلين اللي هو الزد هيبقى ساعتها كونستنت اهو. تمام كده؟ طب هو هنا بقى بيقول ايه الراجل ده؟ بيقول بارلل للاكس اكسس، يبقى المفروض ما فيش اكس، يبقى المفروض ما فيش اكس، يبقى مين الوحيده اللي ما فيهاش اكس هنا؟ هي الاجابه بي. تمام. اللي بعده in space of 3 dimensions the equation اهو. بص يا باشا هنا ايه؟ 3y plus 4z equal 0. مين اللي مش موجود؟ لا موجود الاكس ولا موجود الدي. قال لي خلاص يبقى ده بارلل الاكس ولا كونتين الاكس؟ طبعا كونتين الاكس اكسس، يبقى the plane contains x axis اللي هي ايه؟ اللي هي بي. ماشي. الايكويشن دي بص كده لو ركزت فيها هتلاقي فيها مين؟ فيها اكس، فيها واي، فيها دي، ما فيهاش الزد. يبقى ده بارلل لمين؟ بارلل للزد اكسس. ولا كونتين اند بارلل؟ لا، كونتين لو ما فيش دي كمان، انما طالما في دي وما فيش الزد بس يبقى هو بارلل لمين؟ للزد اكسس. حلو. if the straight line بدأ يدخل لنا بقى الستريت لاين في الموضوع. بيقول لي بص يا باشا دي كده ايكويشن ستريت لاين طبعا، x equal 3y equal az. فاكر اللي هي كنا بنعملها كده x over 1 equal 3y، معناها over 1 برضو، وده az over 1. يبقى ده كده بالنسبه لي ايه؟ ده كده بالنسبه لي لاين طبعا. تمام؟ ماشي. طب ده ايه؟ ده بلين، اكيد ده بلين اهو، دي ايكويشن بلين. طب لما يقول لك ان في لاين وبلين parallel to each other، لما يكون عندي لاين وبلين parallel، ده معناه ايه؟ تعال نرسم الرسم. ادي يا سيدي البلين اهو، تمام؟ طب واللاين البارالل ليه نرسم لاين بارالل ليه كده اهو. حلو. ايه المميز في الستريت لاين؟ اشهر فيكتور في اللاين اللي هو الدايركشن فيكتور بتاعه، اللي هو بيبقى ماشي في نفس اتجاهه. طب ايه المميز في البلين؟ الان بتاعته، صح كده؟ طب يبقى ايه علاقه الان والدي ببعض؟ يبقى هما بيربنديكولار، واحنا قلناها لما يبقى عندي لاين وبلين، لاين وبلين يعني حاجتين مختلفين اهو، لاين وبلين، لو هما باراليل، لو هما باراليل اللاين والبلين لو هما باراليل يبقى الدي والان بيربنديكولار، والعكس لو اللاين بيربنديكولار على البلين يبقى الدي والان باراليل. تمام؟ يعني افهم من كده يا مستر ان الدي والان بيربنديكولار. طيب الان في البلين عارفينها كويس قوي اهي، الان هتبقى 1 و3 و2، 1 و3 و2.
طب الدايركشن هنا تقولي لا مش مظبوط قوي، تعالى نظبطه. يبقى دي اكس اوفر 1 زي ما هي، نقسم على 3 فوق وتحت يبقى واي اوفر ثيرد، وهنا نقسم على ايه فوق وتحت يبقى زد اوفر 1 على ايه. مظبوط؟ يبقى نقدر نقول يا مستر ان الدايركشن فيكتور هنا 1 و1 اوفر 3 و1 اوفر ايه. لو يعني عايز تظبط شكله قوي ممكن تعمله تايمز مين؟ تايمز 3 والاي، يعني تايمز 3 اي. يبقى نقدر نقول ان الدايركشن فيكتور هنا ايكوال 3a تايمز 1 يبقى 3a، كوما 3a تايمز 1 على 3 تبقى a بس، كوما 3a تايمز a 1 اوفر a يبقى 3. طب اعمل ايه بقى بالدي والان؟ ما احنا اتفقنا هنا ان الدي والان بيربنديكولار، وطالما الدي والان بيربنديكولار يبقى الدوت بتاعهم ايكوال ايه؟ يبقى الدوت بتاعهم ايوه ايكوال 0. يبقى يلا نعمل دوت 3a تايمز 1 ب 3a بلس 3 تايمز a ب 3a برضه بلس 2 تايمز 3 ب 6. الكلام ده ايكوال 0. يبقى كده يطلع معانا الاي ايكوال نيجاتيف 1. يعني الاجابه هنا سي. حلو قوي، سؤال جميل طبعا. نشوف اللي بعده. برضه لاين intersect plane at the point A. بيقول لي بص يا باشا اللاين ده بينترسكت البلين ده في انهي نقطه؟ يعني مثلا ادي البلين اهو، وادي اللاين وهو ماشي كده عمل ايه؟ عمل انترسكتنج للبلين في نقطه معينه. هو عايز يعرف النقطه اللي قطع فيها البلين دي نقطه كام وكام وكام. واحد يقول لي بص يا مستر انا ممكن اعمل حركه حلوه قوي، اجرب النقط كلها. اقول له يعني ايه تجرب النقط كلها؟ يعني اخد نقطه 2 و 3 و9 مثلا، اعوض بيها هنا، لو طلعت 5 صح تمام كده يبقى هي موجوده في البلين، واعوض بيها في اللاين برضو، ما هي نقطه مشتركه اللي هو الانترسكشن بوينت دي هتبقى نقطه مشتركه ما بين اللاين والايه والبلين. يبقى اتحقق البلين ان هي هتطلعه ايكوال 5، او لو دخلنا ال5 جوه يبقى تطلعه ايكوال 0، وهنا تطلع الثلاثه زي بعض. ممكن لو انت عايز ايه يعني ما تتعبش قوي او تبقى ضامن الحل يعني. طب انا عايز يا مستر الحل العادي عشان لو جالي سؤال مقالي برضو ابقى عارف اتصرف ازاي. اسهل حل عشان تجيب نقطه مشتركه ما بين لاين وبلين، تجيب البارامتريك ايكويشنز لللاين. انا شايف ان اللاين الحمد لله مظبوط، كوفيشنت الاكس ب 1، كوفيشنت الواي ب 1، كوفيشنت زد برضه بايه؟ 1. يبقى كده اللاين حوله لي بس كده فيكتور ايكويشن، يبقى ار ايكوال البوينت هتبقى 1 و2، 1 ونيجاتيف 2 قصدي و1 بلس تي في الدايركشن فيكتور بتاعه اللي هو 2 و3 و4. صح كده؟ يلا بينا. يبقى الاكس ايكوال 1 بلس 2 تي، دي الاكس. طب والواي نيجاتيف 2 بلس 3 تي، نيجاتيف 2 بلس 3 تي، والزد 1 بلس 4 تي. حلو الكلام؟ قال لي يا مستر هعمل ايه بالكلام ده بقى؟ اروح لايكويشن البلين بقى. تعالى اهو نكتب ايكويشن البلين اللي هي ايه؟ 2x بلس y ماينس الزد ايكوال 5. هنسبستيتيوت بالكلام ده هنا مكان الاكس والواي والزد، يعني دي هتبقى 2 تايمز الاكس اللي هو كام؟ 1 بلس 2 تي، بلس الواي اهي، بلس الواي اللي هي نيجاتيف 2 بلس 3 تي، ماينس الزد اللي هي 1 بلس 4 تي، 1 بلس 4 تي. الكلام ده ايكوال 5. هتحل الايكويشن هتطلع التي ايكوال 2. بس طالما طلعت التي يا باشا يبقى انت عرفت النقطه خلاص. هتعوض في البارامتريك ايكويشنز هنا، يبقى البوينت از، احسب معايا بقى كده بسرعه، حط التي ب 2، ده هيبقى 4 بلس 1 يبقى 5، كوما هنا 6 ده هيطلع 4، كوما ده هيطلع 9، يبقى 5 و4 و9. يبقى الاجابه اهي هي دي 5 و4 و9. والله لو جربتها هنا يبقى 10 بلس 4 14 ماينس 9 5 مظبوط. ولو جربت ال5 هنا هتطلع الاجابه دي 2، والواي هتطلع فعلا الاجابه دي 2، وال9 هتطلع برضو الاجابه دي 2. حلو قوي الكلام ده. السؤال اللي بعده. the 2 points، انا كده مديك نقطتين، نقطه اسمها A ونقطه اسمها B. مالهم؟ the plane، the 2 points دول والبلين ده، then A و B مالهم بقى؟ بيقول لك يا ترى ال A وال B belong to the plane ولا lie on the same side of the plane ولا lie on two different sides of the plane ولا one of the 2 points lie on the plane.
ولا واحده بس اللي لاي على البلين؟ تقول لي يا مستر عشان اعرف واحده بتلاي على البلين ولا لا هعمل سبستيتيوت. تعال ناخد جنب كده ونحط النقطه ايه، نشتغل على الايه. تعال نعوض بالايه هنا. هنحط الايه بنيجاتيف 2. 2 تايم نيجاتيف 2 يبقى نيجاتيف 4 ماينس 3 تايمز الواي اللي هي 3 هنا، 3 تايمز 3 9 بلس الزد اللي هو 5 ماينس ال 7 اللي هنا. نشوف ده كله هيطلع كام. ده هيطلع نيجاتيف 13 بلس 5 يبقى كده نيجاتيف 8 ماينس 7 طلعت نيجاتيف 15. يعني يا مستر دي كده مش بيلونج للبلين، لان هي لو بيلونج للبلين هتطلع الاجابه زيرو، لازم ده كله يطلع زيرو، صح كده؟ ده نقطه A. طب تعال نشوف نقطه B. نعوض برضو، حط 4. 2 تايمز 4 ب 8 نيجاتيف 7. نيجاتيف 3 تايم نيجاتيف 7 تبقى بوزيتيف 21 بلس الزد اللي هي بلس نيجاتيف 2 يعني كانها ماينس 2 على طول، وفي ماينس ال 7 بتاعتنا. الكلام ده ايكوال كام بقى؟ 29 ماينس 2 يعني 27 ماينس 7 يعني 20. بص بقى برضو دي مش بيلونج، يعني بيلونج على البلين دي ولا واحده فيهم، الاي والبي مش بيلونج. وان اوف ذيم برضو لا، يعني لا هي كده ولا هي كده. امال بي وسي بيتكلموا في ايه بقى؟ بيقول لك لاي اون ذا سيم سايد ولا ديفرنت سايد. اعرفها ازاي؟ طالما واحده طلعت اجابه نيجاتيف وواحده طلعت اجابه بوزيتيف يبقى هم كده ديفرنت سايد اوف ذا بلين، يعني واحده لو البلين كده يبقى واحده هنا مثلا وواحده هنا، تمام؟ بس مش على نفس المسافه. عارف على نفس المسافه امتى؟ لو الرقم ده زي الرقم ده بالظبط بس بعكس اشارته، يبقى هم كده على نفس الديستنس، بس هم كده تو ديفرنت سايدز من البلين وخلاص. ماشي. السؤال اللي بعده. The plane 3x minus 2y plus 4z equal 12. Intercept from x axis a part of length. عندي حلين للمسألة دي يا جماعة. ان انا عشان اجيب الانترسبتد بارت from x axis احط الواي والزد بزيرو. خلاص كده. يبقى 3x equal 12 يبقى الاكس ب 4، يبقى الانترسبتد بارت 4. حتى لو هو طلع نيجاتيف 4 انا هختار 4 لانه عايز لينس a part of length كام. الحل الثاني طبعا ان احنا نخليها ايكوال 1، وده هقوله لك برده قدام شويه واحنا شغالين في المسائل، بس ده اسهل حل هنا طبعا. السؤال اللي بعد كده بيقول if the intercepted part from the coordinate axis by the plane x plus 5y minus 6z equal 30. تعال اقول لك على حاجه، انا هحل لك الحل الثاني اللي انا كنت بقول لك عليه من شويه. نكتب الاول الايكويشن x plus 5y minus 6z equal 30. لو انت عايز تجيب الانترسبتد بارتس 3 مره واحده لازم تخلي لي الرقم اللي هنا ده لازم يبقى 1، والرقم ده عشان يبقى 1 يبقى لازم اقسم على 30. يبقى لازم نقسم هنا على 30 وهنا على 30 وهنا برضو على 30. تمام؟ يلا بينا نشوف البواقي. x ديفايد 30 هتفضل زي ما هي، يبقى x اوفر 30. صح كده؟ ايوه. بلس ديفايدد 5 فوق وتحت يبقى y اوفر 6. هنا خليها لي بلس معلش، انا عارف ان الاشاره هتبقى نيجاتيف، كده معناها ان الانترسبتد بارت هنا هيبقى نيجاتيف، يبقى هنا زد اوفر 6. انا عايز اخلي فوق بلس، يبقى دي هتبقى نيجاتيف 5. ماشي كده؟ كل ده ايكوال كام؟ 1. يبقى الصم بقى، هو عايز الصم بتاعهم. هو بيقول لك لو الانترسبتد بارت A وB وC الثلاثه، او بيقول لك if the intercepted parts from the coordinate axes يبقوا A وB وC، يبقى ال A ب 30 وال B ب 6 والC بنيجاتيف 5. هو عايز الصم بتاعهم الثلاثه، يبقى 30 بلس 6 بلس نيجاتيف 5. الكلام ده يطلع 31 اللي هي C. طيب اللي بعده يا شباب بيقول if the plane x over 4 plus y over 2 plus z over 2 equal 1. بص طالما اداني equation plane equal 1 يبقى ده معناه ان انا عارف الانترسبتد بارت اوف x axis هيبقى 4 وفي y axis هيبقى 2 وفي z axis برضه هيبقى 2. صح كده؟ cut the coordinate axis at A و B و C. قال لي طب ما كده يبقى انا عرفت نقطة A. نقطة A تبقى 4 0 0 ونقطة B تبقى 0 2 0 ونقطة C تبقى 0 0 2. صح كده؟ هو عايز ايه بقى؟ عايز الاريا اوف تراينجل اي بي سي. فاكر الاريا اوف تراينجل بتيجي ازاي؟ لو انا عندي تراينجل كده اهو، تراينجل اسمه A B C، هنجيب الاريا ازاي؟ ايوه انا فاكرك وسامعك يا اللي بتقول لي هجيب فيكتور اسمه AB وفيكتور اسمه AC واعمل لهم كروس برودكت
واجيب هاف نورمال كروس، لان الكروس برودكت بيديني دبل اريا المثلث، صح كده؟ يبقى نجيب الاول اي بي فيكتور اللي هي بي ماينس اي، هتطلع نيجاتيف 4 و2 و0، تمام كده؟ ونجيب برضو اي سي فيكتور اللي هو سي ماينس اي، هتبقى برضو نيجاتيف 4 و0 و2، ونبتدي نعمل لهم بقى ايه كروس برودكت، نجيب الاي بي كروس الاي سي. فاكر الخطوات؟ ايوه يا مستر فاكر كويس قوي. هنعمل ديترميننت اي جي كي، ونحط الثلاث ارقام بتوع الفيكتور الاول اللي هو نيجاتيف 4 و2 و0، والثلاث ارقام بتوع الثاني اللي هو نيجاتيف 4 و0 و2، ونحسب بقى ونطلع بقى. فاكر بوزيتيف اي وافتح براكت، نيجاتيف جي وافتح براكت، بوزيتيف كي وافتح براكت، هو ده. يبقى اول واحده هتطلع 4 كوما، تاني واحده لما نخبي ده هتطلع نيجاتيف 8 وفي نيجاتيف هنا يبقى 8، تالت واحده هتطلع 8. بس كده انا جبت الكروس. يبقى الاريا بتبقى ايه بقى؟ يبقى الاريا هاف نورمال كروس ده، يبقى الاريا ايكوال هاف نورمال كروس. يلا نجيب نورم، يبقى 16 قصدي بلس 64 بلس 64 بلس 64، ده هيطلع 128، يبقى 144 يبقى 12، هاف ال 12 6، يبقى الاجابه سي، تطلع الاريا 6 يونتس. تمام ماشي. السؤال اللي بعد كده بيقول if a plane cuts the coordinate axes A و B و C at A و B و C، بيكات الكوردينيت اكسيز عند نقطه اسمها A و B و C، تمام؟ بس ما قالش بقى، يعني ما عنديش هنا ايكويشن بلاي مش موجوده عشان اعرف نقطه A كام ونقطه B كام ونقطه C كام، صح كده؟ طيب انا هفرض ان نقطه A مثلا هتبقى A 0 0، صح كده؟ ونقطه B هتبقى 0 B 0، ماشي؟ ونقطة C دول الثلاث نقط اللي بيكات فيهم الاكسيز. هو قال كده if a plane cuts the coordinate axes at A و B و C، يبقى C هتبقى 0 0 رقم ما اعرفوش اسمه C مثلا، صح كده؟ طيب هو عايز ايكويشن البلين، عايز في الاخر ايكويشن البلين. امال ايه يا مستر 3 و 3 و 3 دي؟ قال لك where the intersection point of the medians of triangle ABC 3 و 3 و 3. طب دي هستفيد بيها يا مستر؟ استنى، تعال احنا نكتب ايكويشن البلين اللي احنا عارفينها كويس قوي، اللي هي هتبقى x over الانترسبتد بارت ده A بلس y over البي بلس z over السي. الكلام ده ايكوال كام يا حبيبي؟ الكلام ده ايكوال 1. لو كتبت الايكويشن بالمنظر ده يبقى المفروض ايكوال 1. طب يا مستر عايزين نستغل بقى السنترويد، تعالى يا باشا تعالى على جنب كده وقول لي المفروض السنترويد لو انا مثلا سميته ام، المفروض السنترويد ده يبقى ايكوال ايه؟ يبقى ايكوال A بلس البي بلس السي اوفر 3، صح كده؟ يبقى المفروض الام ايكوال الام اللي انا عارفها كويس قوي، اللي هي المفروض 3 و3 و3 3 و3 و3 ايكوال. يلا نعمل A بلس B بلس C بقى، هتطلع A بلس B بلس C هيبقى A و B و C، هتبقى كده A و B و C. ما انت فعلا لو عملت A بلس 0 بلس 0 هتبقى A، 0 بلس B بلس 0 هتبقى B، 0 بلس 0 بلس C هتبقى C، واوفر 3 زي ما هي. هات ال 3 هنا تايمز، يبقى المفروض ان الثلاث ارقام اللي هم ال A وال B وال C المفروض يبقوا 9 و9 و9. ايه ده يا مستر؟ يعني انا اقدر اشيل ال A واحط مكانها 9 وال B واحط مكانها 9 وال C واحط مكانها 9؟ صح طبعا. يبقى الايكويشن دي هتتقلب كده، يبقى x اوفر 9 بلس y اوفر 9 بلس z اوفر 9 ايكوال 1، صح كده؟ انا شلت الاي وحطيت مكانها 9 والبي 9 والسي 9، بس يا مستر مش موجوده كده، مش موجوده كده. قال لي طب لو انت عايز تخلص من ال9 خالص هضرب كله في 9، هتبقى اكس بلس واي بلس زد ايكوال 9، ودي برده مش موجوده. قال لي يبقى هو شكله كده ضارب في 3 بس، عامل ملتبلاي 3، لانه عايز الايكويشنز يا 1 يا 3 اهو. ال1 ما نفعش، لو 1 لازم تبقى كده، لو 1 لازم تبقى كده. طب لو 3 يبقى نضرب في كام؟ نضرب في 3، صح كده؟ فدي هتبقى اكس اوفر كام؟ ايوه، لما اضرب في 3 فوق يبقى 3 على 9 يبقى ده 3، ودي واي على 3 برضو، ودي زد على 3 برضو، 3 تايمز 1 بايه؟ ب 3. يبقى الاجابه الصح طبعا هتبقى دي.
تمام كده يا شباب. السؤال اللي بعده. The plane equation which intercept from the positive x-axis and z-axis part of length 2 4 and from the negative part of y-axis length 3. حلو حلو. نكتب يلا. يبقى نجهز x over plus y over plus z over كل ده equal 1 طالما اداني الانترسبتد بارتس. هو قال لك cut من الاكس اكسس والزد اكسس ودول كانوا بوزيتيف بارتس. البوزيتيف بتاع الاكس والزد 2 and 4 يبقى هنا 2 وهنا 4. تمام؟ and from the negative y axis a part of length 3 يبقى ده كده نيجاتيف 3. بس عايز اظبط شكل الايكويشن. ايه الرقم اللي يجمع الثلاثه دول في تيبل واحد؟ هو 12. يبقى نعمل الايكويشن دي كلها ملتبلاي 12. 12 فوق على 2 تبقى 6 يبقى دي هتبقى 6x. 12 على نيجاتيف 3 هتبقى نيجاتيف 4y. 12 زد على 4 يبقى 3z. 12 تايمز 1 ب 12 يبقى كده الاجابه هي 6x minus 4y. يبقى دي اهي 6x minus 4y plus 3z equal 12 اللي هي دي. تمام. اللي بعده. The plane 20x plus 15y plus 12z equal 60. قلت لك طالما الاكس موجود والواي موجود والزد موجود والدي كمان موجود يبقى البلين ده ما عندوش حاجه مميزه. لا هو بارل الاكس اكسس ولا هو بارل الواي اكسس ولا بارل الاكس بلين ولا اي حاجه ولا حتى بيعدي على الاوريجن عشان فيه دي. تمام. طب نشوفه عايز ايه. بيقول لك intersect the coordinate axes x و y و z at the points A و B و C respectively. Then the volume of the solid ABCO where O is the origin point equal كام؟ هو عايز الفوليوم بتاع السوليد ده. احنا خدنا سؤال زي ده قبل كده. تعالى برضه اقول لك على حاجه. تعالى نجيب الانترسبتد بارتس من كل الاكسيز. بص دي 20x plus 15y plus 12z ايكوال كام؟ ايكوال 60. عايز تحط مره الاكس والواي بزيرو تجيب الزد وهكذا ماشي. مره نحط الاثنين دول بزيرو لان هو قال لك ان الاي والبي والسي دول اللي هم الكاتنج فروم ايه؟ فروم اكس اكسس واي اكسس وزد اكسس. تمام؟ تعالى بالمره نرسم الرسمه. ادي ال 3 دايمنشنز بتوعنا هم اكس واي اند زي. صح كده؟ تعالى نجيب الانترسبتد بارت اوف اكس اكسس. يبقى نحط الواي والزد بزيرو يبقى 20x ايكوال 60 يبقى الاكس ب 3. يبقى انا كده جبت اول بوينت هنا. اول بوينت هنا دي تبقى 3 0 0 3 و0 0 او نقسم على 60 يا شباب. يعني ممكن واحد يقول لي يا مستر تعالى نقسم على طول على 60 هنا وعلى 60 هنا وعلى 60 هنا وعلى 60 هنا عشان نخلي ايه؟ عشان نخلي الاخير ده كده ايكوال 1. يبقى هنا ديفايدد 20 فوق وتحت فده يبقى اكس اوفر 3. هنا ديفايدد 15 يبقى واي اوفر 4. هنا ديفايدد 12 يبقى زد اوفر 5. حلو كده؟ يبقى انا كده عرفت النقطه دي نقطه ايه. خلاص دي نقطه ايه. ونقطه دي اللي هي على الواي اكسس هتبقى كام؟ نقطه بي اللي هي هتبقى 0 4 0 0 4 0 لانه قطع من الواي 4 ومن الزد 5 يبقى 0 0 5. دي نقطه سي. هو عايز اني فوليوم بقى؟ اني سوليد؟ عايز السوليد A B C O. تعالوا نوصله كده. A B اهي C اهو O الاوريجن اللي هي دي. ده شكل ايه يا شباب؟ انا شايف ان الشكل ده بيراميد. هو لو بيتكلم على الاي بي سي طبعا تراينجل اكيد، انما دخل معاهم الحرف او ده يبقى دي كده ايه؟ بيراميد. قال لي طيب فين البيز بتاعت البيراميد؟ انا شايف ان البيز بتاعت البيراميد اهي اللي تحت دي اللي هي الرايت انجل تراينجل اللي تحت ده. ودي يا مستر كانت 4 ودي كانت 3 لان هو الفوليوم بتاع البيراميد المفروض ايكوال ايه؟ الفوليوم ايكوال ثيرد ملتبلاي البيز اريا ملتبلاي الهايت. صح كده؟ يعني ايكوال ثيرد ملتبلاي قول لي كده البيز اريا. هي البيز اريا على شكل مثلث ورايت انجل تراينجل يبقى هاف البيز في الهايت يبقى هاف ملتبلاي 4 ملتبلاي 3 ملتبلاي بقى الهايت بتاع البيراميد نفسه اللي هو الزد بقى ده ارتفاع الهرم نفسه. الزد دي بكام قلنا؟ دي ب5 يبقى ملتبلاي 5 يطلع الفوليوم كله ايكوال كام؟
ده 6 يبقى 2 تايمز 5 يبقى 10، يبقى الفوليوم يطلع 10 يونتس اللي هي دي. تمام، حلو قوي برضه. سؤال غيره. The equation of the plane which is perpendicular to the vector ده ايه ده؟ بلين perpendicular على الفيكتور ده يبقى ده الان. ما هو طالما البلين perpendicular على الفيكتور ده يبقى ده كده الان بتاعنا. and passes by the point يبقى دي البوينت A. خلاص ده سهل قوي السؤال ده بس. خلاص يبقى نعمل ايه بقى على طول كده؟ n دوت r equal n دوت A. مظبوط مظبوط يا مستر. ال n اللي هو كام هناك؟ 2 1 و 3. عرفت منين ان ده ال n يا شباب؟ تاني عشان قال لك ان البلين بيربنديكولار على الفيكتور ده يبقى ده كده ال n. ماشي. دوت الار طالما هو عايزها جنرال يبقى انا احط الار بايه؟ باكس وواي وزد. ايكوال ال n مره كمان اللي هو 2 و1 و3 دوت ال a اللي هي البوينت 1 و2 و3. خلاص بقى سؤال سهل قوي. يبقى 2 تايمز x يبقى 2x بلس y بلس 3z ايكوال كام بقى؟ 2 تايمز 1 ب 2 بلس 2 تاني يبقى 4 بلس 9 يبقى 13 ايكوال 13. يبقى الكلام ده اهو هي رقم B. 2x بلس 1y بلس 3z ايكوال 13. وبرده واحد يقول يا مستر طب ما فعلا ال n مظبوط اهو 2 و1 و3 واجرب النقطه لو حققت يبقى هو ده. تمام كده؟ ماشي يا شباب. اللي بعده. The plane whose equation ركز معايا كده. بص الايكويشن مكتوبه ازاي؟ مكتوبه 2x minus y equal 0. ركز كده في A ومفيش A. احنا اتفقنا ايكويشن البلين اللي ما عندوش حاجه مميزه خالص بيبقى مكتوب كل حاجه ax بلس by بلس cz بلس الدي equal 0. صح كده؟ بص بقى لا الزد موجود ولا الدي موجود. صح كده؟ يبقى هو كده باراليل للزد اكسس الزد اكسس وكونتين الزد اكسس كمان. يبقى البلين ده باراليل للزد اكسس بس هو مش عايز باراليل لمين؟ هو عايز بيربنديكولار على مين؟ ما هو طالما هو باراليل، طالما احنا اتفقنا ان هو باراليل للزد اكسس او حتى كونتين الزد اكسس يبقى بيربنديكولار على مين يا باشا؟ يبقى بيربنديكولار على الاثنين التانيين اللي هو الاكس واي بلين. يبقى بيربنديكولار على اكس واي بلين. تمام. يبقى الاجابه هنا هتبقى اكس واي بلين اللي هي A. لو عايز باراليل لمين او كونتين هيبقى هنا كونتين الزد اكسس المفروض، بس هو مش عايز بس كونتين الزد اكسس، هو عايز يعرف بيربنديكولار على مين. يبقى الباراليل للزد يبقى بيربنديكولار على مين؟ على الاكس واي بلين. اللي بعده شو. The plane contains the origin point and the vector 0 و1 ونيجاتيف 2 perpendicular to it. الفيكتور ده بيربنديكولار عليه يبقى ده الان. يا عم هفرض معاك ان انت هتشتغل عادي جدا، هتشتغل عادي جدا، انت مش عارف حاجه وهتشتغل عادي جدا. المفروض ايكويشن البلين بتيجي ايه؟ ان دوت ار، انت حافظ القانون، ايكوال ان دوت ايه. صح كده؟ طب الان هو قال لك ان هي 0 و1 ونيجاتيف 2 دوت الار اللي هي اكس وواي وزد ايكوال ان دوت ايه، والايه هنا اللي هي الاوريجن. خلاص يبقى الجنب ده كله 0. ما هو طالما قلت لك طالما البلين بيعدي على الاوريجن هتبقى ايكوال 0 في الاخر، هيبقى مفيش دي. تمام. اضرب معايا كده 0 تايمز اكس خلاص مفيش اكس، 1 تايمز واي يبقى واي، نيجاتيف 2 تايمز زد يبقى نيجاتيف 2 زد ايكوال 0. بس يبقى هي دي واي ماينس 2 زد ايكوال 0 او هي دي. ودي ده هناك يبقى الواي هنا ايكوال 2 زد يبقى الاجابه بي. تمام. اللي بعده. The equation of the straight line هو عايز equation line المره دي، ركز، عايز equation straight line passing through the point. انا قلت لك اهم حاجه في اللاين عشان اجيب equation line يبقى معايا بوينت اهي موجوده، والمفروض يبقى معايا ايه؟ والمفروض يبقى معايا دايركشن فيكتور لللاين ده. طب هو قال اللاين ده ايه علاقته بالبلين اللي موجود؟ قال لك بيربنديكولار على البلين. استنى كده تعالى نرسم الرسم. ادي البلين وبيقول لك ان اللاين بيربنديكولار على البلين، صح كده؟ يعني عامل 90 مع البلين. ده كده الستريت لاين بتاعنا اللي هو مكمل لتحت، ده كده ستريت لاين، ده بيربنديكولار على البلين. طب انا عارف يا مستر ان اللاين بتاعنا بيبقى ليه دايركشن فيكتور، صح كده؟ طب البلين بيبقى ليه ايه؟ بيبقى ليه نورمال فيكتور، مظبوط كده؟ اهو البلين بيبقى ليه نورمال فيكتور. طب يبقى ايه علاقه الدي بالان؟ يبقوا بارلل. احنا قلنا لاين وبلين عكس بعض، لو هم بارلل يبقى الدي والان بيربنديكولار،
ولو هم بيربنديكولار يبقى الدي والان بارلل. اوبا، يعني يا مستر اقدر اعتبر ان الان بتاع البلين ده في نفس اتجاه الدايركشن، في نفس الدي، يعني اقدر اعتبر ان الدي ايكوال الان. تقدر تشتغل على الان كانه هو الايه؟ الدي. يبقى اقدر اقول ان الدايركشن فيكتور بتاع اللاين هو الان بتاع البلين اللي هي كام؟ 2 و 3 و1. 2 و 3 و1. طب هو عايز ايه بقى؟ عايز الكارتيزيان فورم اهي. بص 2 و 3 1 ما هو ده، مفيش غيره 2 3 1، ولا حتى بنفس الاشارات ولا بعكس الاشارات ولا اي حاجه. يبقى هو 2 و 3 1 هي الاجابه ايه؟ بي. اتاكد كده من النقطه اهي، النقطه 1 1 1 اهي، اكس ماينس 1 واي ماينس 1 زد ماينس 1 صح، والدايركشن فيكتور اهو 2 و 3 و1، يبقى هي الاجابه بي من غير ما تتعب بقى. تمام. اللي بعده يا شباب، the equation of the straight line passing through the origin perpendicular to the plane ده. انا نفس الفكره تقريبا، هي نفس الفكره تقريبا. ادي بلين وهو عايز equation of straight line بيعدي على الاوريجن وبربنديكولار على البلين. اللاين بيربنديكولار على البلين، يبقى بنفس المنطق اللي فات اهو. لو انا قلت لك اللاين ده بيربنديكولار على البلين، يبقى الدايركشن بتاعه في نفس اتجاه الان بتاعت البلين. مظبوط كده؟ طيب هو عايز ايكويشن مين؟ عايز ايكويشن اللاين. طب فين الان بتاعت البلين؟ ركز معايا كده وقول لي فين الان بتاعت البلين. خلي بالك البلين اهو، البلين اهو. باخد الان من البلين ازاي؟ احنا اتفقنا ان الدايركشن فيكتور بتاع اللاين هيبقى هو الان بتاع البلين، صح؟ تمام. انا دلوقتي عايز اجيب الان بتاعت البلين. الان بتاع اوعى تقول لي ايه وبي وسي، الكلام ده في اللاين لما يبقوا ايكوال بعض، هنا بيبقى فيه ايكوال وده ساعتها يبقى الدايركشن بتاع اللاين. يعني في فرق يا شباب ما بين ان انا اكون كاتب لك كده، ركز معايا قبل ما نحل، ان انا اكون كاتب لك x اوفر a ايكوال y اوفر a b ايكوال y اوفر b ايكوال مثلا z اوفر c، وان انا اكون كاتب لك كده x اوفر a بلس y اوفر b بلس z اوفر c ايكوال 1. في فرق شاسع ما بين الاثنين دول. ده ايكويشن اوف ستريت لاين الدايركشن بتاعه a وb وc، انما ده ايكويشن بلين. طبعا دي ايكويشن بلين عشان في هنا بلس بلس ايكوال 1، دي ايكويشن بلين. طب الان بتاعته كام؟ المفروض باخد كوفيشنتس، المفروض باخد ايه؟ كوفيشنتس. طب كوفيشنت الاكس هنا كام؟ ما حدش يقول لي 1 اوفر اي، يبقى هنا الكوفيشنت ده 1 اوفر اي وده 1 اوفر بي وده 1 اوفر سي. يبقى كده نقدر نقول ان الدايركشن فيكتور هيبقى ايه؟ خلاص؟ يبقى انا كده هاخد الدايركشن فيكتور اللي هو كوفيشنتس، يبقى 1 اوفر اي 1 اوفر البي و1 اوفر السي، صح؟ وهو عايز ايكويشن اللاين اهو، هي دي تبقى هي دي خلاص، لانه بيعدي على الاوريجن. يبقى البوينت اهي، البوينت فاكر ايكويشن اللاين A بلس تي دي، A بلس تي دي، الاي اللي هي النقطه، وادي الدايركشن فيكتور زي ما احنا طلعناه مظبوط، يبقى الاجابه B. ماشي. The equation of the straight line, the equation of the plane contains z axis. ركز كده، قال لك ايه؟ contain z axis، contains the z axis. يبقى المفروض يا مستر يبقى فيه ايه؟ المفروض البلين اللي contain الزد اكسس، تعالى كده، مش احنا كنا بنكتبه كده اهو، ax بلس by بلس cz بلس d equal 0. طب قلنا يا مستر عشان يكونتين الزد اكسس يبقى مبدئيا مفيش زد وكمان مفيش دي عشان يكونتين الزد، انما لو بارلل للزد يبقى في دي. تمام. طب يا مستر بص انا شايف ان دي ودي ممكن ينفعوا، يبقى انا كده لغيت دي عشان فيها زد ولغيت دي عشان فيها دي، صح كده؟ يبقى دول مش هينفعوا معانا، يبقى يا دي يا دي. قال لي خد اللي بتحقق النقطه يا باشا، خد اللي بتحقق النقطه. هنا هنحط الاكس والواي ب 1 ونيجاتيف 1، 1 بلس نيجاتيف 1 بزيرو طبعا، يبقى هي دي خلاص. انما لو حطيت هنا 1 ونيجاتيف 1 هتبقى 3 ماينس 1 تبقى 2 مش 0، يبقى الاجابه الصح طبعا هنا هي مين؟ هي سي. ماشي. 21 بيقول the equation of the plane passing through the point دي، يبقى البلين بيعدي على النقطه دي parallel to plane تاني، يبقى انا كده بتكلم في 2 planes parallel. نرسمهم كده عشان نتخيل. ادي بلين parallel لبلين يا مستر، يبقى عندهم ايه؟ عندهم نفس الان. موافق طبعا، عندهم نفس الان او الان في نفس الدايركشن، صح كده؟ تمام. يبقى الان بتاعت ده اقدر اعتبرها هي الان بتاعت المطلوب، يبقى الان 1 المطلوبه هي الان 2 ايكوال كام كوفيشنتس؟ 4 و3 ونيجاتيف 12. ده كده الان المطلوب، وادي النقطه
خلاص يا باشا تقدر تكتب ايكويشن اللاين. تقول لي خلاص يبقى اعمل ايه؟ ان دوت ار ايكوال ان دوت ايه؟ ماشي يلا بينا ايه عشان ما نغلطش اهو. ان دوت ار ايكوال ان دوت ايه. يلا الان احنا جبناه 4 و3 ونيجاتيف 12 دوت ار اللي هي اكس وواي وزد ايكوال الان مره اخرى اللي هو 4 و3 ونيجاتيف 12 دوت البوينت اللي بيلونج للبلين المطلوب. هو بيقول لك انا عايز ايكويشن البلين بس باي ذا بوينت دي، يبقى دوت 4 و0 و1 بس. يبقى ده هيبقى 4x بلس 3y ماينس 12z ايكوال كام؟ احسب معايا هناك بقى كده. 4 تايمز 4 16 وده هيبقى 0 ماينس 12 يبقى 4 ايكوال 4. يبقى الاجابه المفروض تبقى 4x بلس 3y ماينس 12z اهي، بس لا مش ايكوال 4. بص يا باشا اهو ايكوال 4. يبقى هو بص اقول لك على اخر خطوه دي هي الاجابه هتبقى بي، لان اخر خطوه دي انا ممكن ما اعملش الدوت ده، ممكن اسيبه، يعني ممكن اخلي دي ار زي ما هي، يعني ما نحسب بس الدوت اللي هناك ده ونسيب دي زي ما هي ان اللي هو 4 و3 ونيجاتيف 12 دوت الاكس واي زد دي ممكن نسيبها ار عادي. ده اللي هي الفيكتور فورم، يبقى هو كده كاتبها على شكل الفيكتور فورم. يا مستر بس هو كاتب الار الاول يا ابني، ما هي الدوت كوميوتيتيف، الدوت كوميوتيتيف ان دوت ار هي ار دوت ان طبعا. يبقى الاجابه هنا الصح هي بي. ماشي يا شباب اللي بعده. The straight line whose equation ده، دي الايكويشن بتاعت اللاين الاولاني مظبوط. انا شايف ان هو ناقصه حته صغيره عشان يبقى مظبوط، ان الزد هنا الكوفيشنت بتاعها نيجاتيف. يبقى احنا نظبط اللاين الاول. هو اداني لاين وبلين، نظبط اللاين الاول. هيبقى x minus 1 over 2 تمام equal y plus 2 over 3 تمام equal دي بقى نخليها بدل 1 minus z يبقى z minus 1 over negative 1. طالما غيرت الاشارات هنا نغير اللي تحت. يبقى نقدر نقول يا مستر ان الدايركشن فيكتور بتاع اللاين ده equal 2 و3 ونيجاتيف 1. اركن على جنب تمام. طب بالنسبه للبلين يا شباب هو مديني البلين ايه؟ 3y ماينس الزد بلس 2x equal 3. يبقى الان بتاعت البلين ايه؟ coefficients، بس نبدا بالاكس طبعا يبقى 2 والواي هنا 3 ونيجاتيف 1. طب بص كويس كده، ايه ده يا مستر ده؟ انا لقيت ان الدي هو الان، فده معناه ايه؟ لو مسحنا حته بس من الخط ده او نقصره شويه كده، ده معناه ان الدي والان مالهم؟ ان الدي بارلل للان صح؟ طب لما يبقى الدي بارلل للان يبقى اللاين والبلين مالهم؟ ايوه برافو عليك، سامعك يا اللي بتقول بيربنديكولار صح طبعا. طالما الدي بارلل للبلين للان، طالما الدي بارلل للان يبقى اللاين بيربنديكولار على البلين. قلنا ماشيين عكس بعض. الرسمه اهي، ادي البلين وادي اللاين البارلل ليه. يبقى ايه علاقه الدايركشن بتاع اللاين بالان بتاع البلين؟ طبعا هيبقوا ايه؟ هيبقوا بيربنديكولار على بعض. يبقى the straight line is perpendicular to the plane. يبقى الاجابه سي. حلو قوي. اللي بعده the straight line ده never intersect البلين ده. عشان بلين never intersect خالص بلين، عشان لاين قصدي never intersect البلين يبقى لازم يبقوا parallel. لازم يبقوا parallel طبعا. يعني مثلا انت عندك اهو بلين كده ولاين يبقى كده، لازم يبقوا بالمنظر ده، لازم يبقوا parallel عشان ما يتقابلوش خالص لاين وبلين تمام. انما لو لاين ولاين لو ما تقابلوش يبقى هم يا ايه؟ يا انترسكت يا سكيو، سوري يا بارلل يا سكيو. لو خطين، لو انا بتكلم على خطين ما تقابلوش يبقى يا اما بارلل يا اما سكيو. انما لاين وبلين عشان ما يتقابلوش يبقوا بارلل بس. طب يا مستر لما يبقوا بارلل يبقى ايه علاقه الدي بتاع اللاين بالان بتاع البلين؟ ايوه هيبقوا بيربنديكولار على بعض. لو طولت الدي كده اهو هيبقوا بيربنديكولار ايه؟ على بعض. يبقى نفهم من كده ان الدي بيربنديكولار على الان، يبقى ساعتها الدي دوت الان ايكوال 0. يلا هات لي بقى الدي، كل حاجه جاهزه 1 1 1. يبقى الدي بتاع اللاين 4 وبي و6 دوت الان بتاع البلين هناك اهو، ادي البلين اهو. يبقى 2 ونيجاتيف 4 و3، 2 ونيجاتيف 4 و3. الكلام ده المفروض يطلع 0. يبقى 4 تايم 2 8 بلس بي تايم نيجاتيف 4 يبقى نيجاتيف 4 بي
بلس 6 تايم 3 18 الكلام ده ايكوال 0. تمام يا شباب، يبقى هنا 8 بلس 18 ده هيبقى 26. يبقى البي كده هتطلع 13 over 2 اللي هي الإجابة سي. ماشي، اللي بعده. بصوا يا شباب، هنا بيقول if the straight line x minus 2 over 3 plus y plus 1 over 2 سوري equal y plus 1 over 2 equal 1 minus z intersect two planes. ماشي، اللاين ده قطع التو بلينز دول في نقطتين مختلفين، واحده اسمها A وواحده اسمها B. هو عايز يعرف الاي بي لينس بكام. ماشي، فاكر من شويه لما قلت لك انا لو عندي نقطه قطعت بلين اجيبها ازاي؟ في انترسكشن بوينت ما بين لاين قصدي وبلين، ما بين لاين وبلين. لو لاين قطع بلين في نقطه اجيبها ازاي؟ اسهل حل انك تجيب البارامتريك ايكويشنز بتوع اللاين ده، نكتبه بس كده. هو المفروض x minus 2 over 3 ده according to the line صح كده؟ equal y plus 1 over 2 equal دي هنخليها z minus 1 over negative 1. يبقى كده الار فيكتور اللي هي الفيكتور فورم بتاعته هتبقى البوينت 2 ونيجاتيف 1 و1 بلس تي في الدايركشن فيكتور اللي هو ايه؟ 3 و2 ونيجاتيف 1. وبعد كده نجيب البارامتريك ايكويشنز. يبقى الاكس ايكوال 2 بلس 3 تي والواي هتبقى ايكوال نيجاتيف 1 بلس 2 تي والزد هتبقى ايكوال 1 ماينس تي. ماشي، خلي بقى الثلاثه دول على جنب دلوقتي هنحتاجهم. هنروح نعوض بيهم مره في البلين الاول ونطلع التي بكام. يلا بينا نعمل الكلام ده. تعالى الفيرست بلين اهو، بلين 1، عشان نجيب الانترسكشن بوينت ما بين اللاين والبلين الاول. هو 2x يبقى 2 تايمز شيل الاكس وحط 2 بلس 3 تي. نظبط بس شكلها شويه اهي 2 بلس 3 تي. تمام، بعد كده بلس 3 واي يبقى بلس 3 وافتح واي هنا نيجاتيف 1 بلس 2 تي نيجاتيف 1 بلس 2 تي. ماشي، ماينس الزد يبقى ماينس 1 ماينس وافتح براكت 1 ماينس تي بلس ال 13. الكلام ده كله ايكوال 0. تمام كده، هنحسب من هنا التي بكام. هنحسب من هنا التي بكام لسه، هنشوف التي بكام لسه. طيب، ونسيب سبيس بس صغير كده وهقول لك ليه. تعالى للبلين التاني، هنعوض برضو بالثلاثه دول لان هو نفس اللاين بينترسكت البلين ده مره وبينترسكت البلين ده مره. هنعوض في البلين التاني اللي هو 3x يبقى نشيل الاكس ونحط 2 بلس 3 تي. تمام، بلس الواي زي ما هي كده يبقى بلس نيجاتيف 1 بلس 4 تي بلس 2 تي. ماشي، ده كده بلس الواي بلس 4 زد بلس 4 في 1 ماينس تي بلس 4 في 1 ماينس تي ايكوال 16. تمام يا شباب، هنا هنحسب التي كمان بكام. هنا التي يا شباب هيطلع بنيجاتيف 1 وهنا التي هيطلع ب 1 لما تحسبهم. تمام، طيب نحط بقى التي بنيجاتيف 1 هنا. يبقى انا كده بطلع نقطه A اللي بينترسكت فيها البلين الاولاني. يبقى نقطه A هتبقى ايكوال، يلا بينا نحط التي بنيجاتيف 1 كده، فده يطلع نيجاتيف 1. الاكس هتطلع نيجاتيف 1 لان دي نيجاتيف 3 بلس 2. ماشي، وهنا نيجاتيف 1 برضو يبقى كده ماينس 2 يبقى نيجاتيف 3. واخر واحده 1 ماينس نيجاتيف 1 يبقى 2. دي كده البوينت A. طب والبوينت B ايكوال، هنحط التي اللي هي ب 1 هنا بقى هتطلع 5 ونحط 1 برضو هتطلع 1 ونحط هنا 1 هتطلع 0. طب هو كان طالب مني ايه بقى؟ كان طالب مني الاي بي. ماشي، نمسح بس حته هنا، نمسح الجزء ده اهو عشان نجيب الاي بي. خلاص، يبقى دلوقتي جاهزين للاي بي. روت، يلا بقى اكس ماينس اكس باور 2. ممكن اعمل ده ماينس ده او ده ماينس ده، مش هتفرق لان كده كده في باور 2. 5 ماينس نيجاتيف 1 يبقى 5 بلس 1 باور 2 بلس 1 ماينس نيجاتيف 3 يبقى 1 بلس 3 باور 2 بلس 0 ماينس 2 باور 2. الكلام ده هيطلع كام بقى؟ 36
بلس 16 يبقى 52 بلس 4 يبقى 56 56 اللي هي 2 روت 14. هتطلع الاجابه 2 روت 14 اللي هي سي. تمام يا شباب كده؟ حلو قوي. نشوف السؤال اللي بعد كده. طيب بصوا هنا يا شباب بيقول the geometric description of set of points in space that satisfy pair of the equation y equal 3 و z equal 1. طب تعالى الاول قول لي y equal 3 معناها ايه؟ معناها ان الواي كونستنت، الواي كونستنت يبقى ده هيبقى بارالل لمين؟ هيبقى بارالل للاكس زد بلين. صح كده؟ هيبقى بارالل تو ايه؟ تو اكس زد بلين. تمام. طب نشوف الثانيه. طب زد ايكوال 1 لما يبقى الزد كونستنت هيبقى ده بارالل لمين؟ لاكس واي بلين. بص بقى كده، واي زد بلين اكس زد بلين قصدي اهو، واكس واي بلين، يبقى الاثنين دول صح، يبقى 2 و 3 صح، يبقى الاجابه هتبقى بي اللي هي 2 and 3. تمام كده؟ حلو قوي، لانه لما يبقى بارالل، لما يبقى الواي كونستنت يبقى بارالل الاكس زد، والزد كونستنت يبقى بارالل الاكس واي، يبقى هو بارالل الاثنين دول اللي هما الاكس زد والاكس واي، الاكس زد والاكس واي اللي هي الاجابه بي. تمام. The straight line x minus x1 over L y minus y1 over m z minus z1 over n lie on the plane. ده بيقول لك lie on the plane يعني الخط جوه البلين. بص يا باشا، في فرق ما بين ادي البلين اهو، نعدله بس شويه اهو، في بلين اهو، تمام كده؟ في فرق ان انا اقول لك ان اللاين completely in the plane يعني جوه البلين، او ان انا اقول لك ان هو parallel للبلين مثلا. تمام؟ في فرق ما بين ان اللاين يكون جوه البلين او انه يكون باراليل للبلين. طب انا عشان اثبت ان اللاين جوه البلين، عشان اثبت ان اللاين جوه البلين مبدئيا لازم اثبت ان هم باراليل. ما هو طالما اللاين جوه البلين هيحقق شرط الباراليل طبعا، لانه كده باراليل، ولو بقى جوه برضو هيحقق شرط الباراليل. طب ايه اللي بيخليهم باراليل يا شباب؟ انا دلوقتي عندي الدايركشن فيكتور، الدايركشن فيكتور بتاع اللاين ايكوال ايه؟ اللي هو ال وام وان، صح كده؟ ال وام وان، صح؟ طب والان بتاعت البلين؟ الان بتاعت البلين A وبي وسي، صح؟ تعالى بقى ارسمها لك كده تاني، معلش ارسمها بشكل تاني، امسح بس اللاين ده واللاين ده. بص يا حبيبي، لو اللاين دلوقتي جوه البلين يبقى لازم يكون باراليل ليه، وطالما يبقى باراليل ليه يبقى الدايركشن بتاع اللاين مع الان بتاع البلين يبقوا بيربنديكولار، يبقى الدي والان هيبقوا بيربنديكولار، صح كده؟ طب يا مستر، طب ما خلاص الدي والان بيربنديكولار، ده معناه ايه؟ ان الدوت بتاعهم زيرو، يبقى المفروض اول شرط هيتحقق ان الدي دوت الان ايكوال زيرو، صح؟ يعني ال في ايه اللي هي اي ال او ال ايه يبقى اي ال بلس ام في بي اللي هي بي ام بلس ان في سي اللي هي سي ان، المفروض الكلام ده ايكوال زيرو. بس اقول له هو يا مستر يبقى هي دي صح كده، اي ال بلس بي ام بلس سي ان ايكوال زيرو. اقول له لا استنى لحظه واحده، هو حقق كده ان هو ايه بيربنديكولار عليه، بس على فكره لو اللاين ده مش جوه البلين، ما هو ممكن يبقى اللاين ده بره شويه كده بارالل للبلين، يبقى برضو هيحقق ان الدوت بتاعهم زيرو. لا انا عايز اعرف ان هو جوه البلين، عايز ارميه جوه البلين نفسه، لان الشرط اللي انا عملته ده الدوت بزيرو لما يكونوا بارالل، بس ما قلتلكش لما يكون جواه. امال ايه بقى الشرط الثاني اللي يحقق اللي يخليه فعلا جواه؟ يبقى مبدئيا لازم الدي والان يبقوا ايه الدوت بتاعهم زيرو، ده اول حاجه. تاني حاجه لازم النقطه اللي على الخط اللي هي x1 y1 وz1 تكون موجوده في البلين، او في نقطه في الخط اي نقطه عموما، اي نقطه في الخط بتساتسفاي بلين. يعني لو انا خدت النقطه البوينت اللي اسمها، في بوينت هنا اسمها x1 y1 وz1، لو جيت عوضت بيها هنا المفروض تطلع صح. يعني لو شلت الاكس وحطيت x1 والواي وحطيت y1 والزد وحطيت z1 بلس الدي المفروض تطلع زيرو. طب يا مستر ما هو كاتب اهو الثانيه اهي. ايوه يا حبيبي، هما لازم الاثنين يتحققوا سوا، مش واحده بس، الاثنين يتحققوا سوا، لان لو دي بس ممكن يكون اللاين بينترسكت البلين في النقطه دي وخلاص مش باراليل ليه، فانا لازم احقق شرط الباراليل وشرط ان النقطه اللي على الخط تبقى جوه البلين. يبقى مين اللي هيحقق الاثنين سوا؟ طبعا يبقى هي الاجابه سي. تمام يا شباب. اللي بعده the two straight lines ادي L1 و L2 lie on the plane what؟ بص يا حبيبي، انا لما يبقى عندي خطين، احنا اتفقنا قبل كده لما يكون عندك two lines وعايز تجيب الايكويشن بتاعت البلين اللي بيجمعهم،
لو انا عندي خطين اهم مثلا انترسكتد لاينز مثلا اهم، وعايز تجيب الايكويشن بتاعت البلين اللي بيجمعهم، اهم حاجه عندك الاول ايه؟ دول خطين، عايز اعرف بيتقابلوا في بلين ايكويشن بتاعته عامله ازاي، او هما الاثنين موجودين في بلين الايكويشن بتاعته ايه. اول حاجه هما انترسكتد في نقطه مين؟ انا شايف ان هما انترسكتد في نقطه نيجاتيف 1 و2 و1 اهي، نيجاتيف 1 و2 و1 هما النقطتين تمام. حلو كده. بس هل هما يا مستر باراليل؟ لا، لان الريشيوز هنا مش واحده، الريشيوز بتاعت الدايركشن بتاعتهم مش واحده. طب يا مستر انا كده معايا نقطه واحده، انا كده معايا النقطه اللي هما اتقابلوا فيها. اجيب ايكويشن البلين ازاي؟ اجيب ايكويشن البلين بنقطه واحده ازاي؟ هو اداني النقطه اللي هم اتقابلوا فيها، نفس النقطه كتر خيره اهي، نيجاتيف 1 و2 1، نيجاتيف 2 و نيجاتيف 1 قصدي معلش، نيجاتيف 1 و2 و1 هي نفس النقطه اللي هنا، هي نفس النقطه اللي هنا. طب انا عشان اطلع ايكويشن بلين محتاج ايه؟ نقطه ونورمال، لازم اجيب نورمال فيكتور. طب بص يا حبيبي استنى، هجيب لك قلم تاني اهو. انا عندي خطين اهم، خطين اهم، دول خطين انترسكتد صح؟ عايز اجيب لهم ان، اعمل ايه؟ هجيب لك قلم كمان اهو. عايز اجيب لهم ان، اعمل لهم ايه؟ ايوه قال لي اعمل لهم يا مستر كروس برودكت. طب اعمل كروس لمين؟ اعمل كروس لمين في اللاينز؟ للدايركشن فيكتورز. يعني هناخد الدي 1 كروس الدي 2 يطلع لي الان بتاعت البلين بتاعهم. حلو جدا الكلام ده. يلا بينا بقى. يبقى انا دلوقتي عشان اجيب الان بتاعت البلين اللي هي هتبقى بيربنديكولار على البلين كده، هعمل الدي 1 كروس الدي 2، الدي 1 كروس الدي 2. يلا بينا. الكروس ديترميننت اهو، هنكتب هنا اي جي كي، نكتب الثلاث ارقام بتوع الدي 1 اهو، نيجاتيف 1 ونيجاتيف 1 و3، والثلاث ارقام بتوع الثاني 1 ونيجاتيف 2 ونيجاتيف 1، 1 ونيجاتيف 2 ونيجاتيف 1. والمفروض بقى ان انت عارف ان احنا بنعمل ايه. يلا بينا. هنخبي ده يبقى كده 1 بلس 6 يبقى 7 كوما، ونخبي ده يبقى 1 ماينس 3 المفروض تبقى نيجاتيف 2 بس في نيجاتيف على الجي يبقى 2 كوما، هنا تبقى 2 بلس 1 يبقى 3، يبقى 7 و2 و3. انا شايف الحمد لله يعني ان مفيش غير اختيار واحد بس هو اللي الان بتاعته 7 و2 و3 اللي هو ده، يبقى الاجابه هتبقى بي. عايز تتاكد اتاكد بقى ان النقطه دي بتحقق برضو البلين ده. لو حطيت نيجاتيف 1 دي هتبقى نيجاتيف 7 بلس 4، ادي نيجاتيف 3 بلس 3 فعلا تطلع 0، يبقى الاجابه هنا دي. تمام. اللي بعده 28 يا شباب بيقول ذا ستريت لاين x بلس 1 اوفر 1 y بلس 3 اوفر 3 وz ماينس 2 اوفر 2 الحمد لله جاي شكله مظبوط is perpendicular to which plane. بص احنا اتفقنا قبل كده عشان يبقى لاين perpendicular على بلين، ادي البلين اهو، واللاين perpendicular على البلين، يبقى اللاين الدايركشن بتاعه هيبقى في نفس اتجاه الان بتاع البلين صح كده؟ يبقى الدي والان لازم يبقوا باراليل، يبقى الدي والان لازم يبقوا باراليل. فالدي بتاع اللاين اللي هو 1 و3 ونيجاتيف 2، يبقى المفروض الدي يبقى باراليل للان بتاعت البلين. طب الدي بتاعنا الارقام بتاعته ايه؟ 1 و3 ونيجاتيف 2، 1 و3 ونيجاتيف 2. طب قول لي بقى هيبقى باراليل لاني ان في دول؟ والله لازم تبقى نفس الريشيو او كانك ضربت الفيكتور ده في رقم. طب بص كده، ده 1 هي ال1، لا ال3 اتغيرت، لا طالما واحده اتغيرت واحده لا يبقى مش هو. ماشي نشوف اللي تحتيه على طول بالمره، 1 و3 ونيجاتيف 5، لا مش ده. طب نشوف ده، هنا ضرب في 2، واضح انه ضرب في 2. طب ما تيجي احنا نضرب في 2 كده نشوف الاشارات احنا من غير ما نبص بقى. 1 تايم 2 هتبقى 2، 3 تايم 2 هتبقى 6، نيجاتيف 2 تايم 2 هتبقى نيجاتيف 4، يبقى المفروض 2 و6 ونيجاتيف 4، 2 و6 ايوه هو ده، يبقى هو ده اللي ينفع يكون ايه؟ بيربنديكولار على ده. صح كده يا شباب؟ اللي بعده all the following points lie on the same side from the plane r dot كذا equal 5. ماشي تعال احنا نحولها للشكل اللي هو الايه الجنرال. الار دي ممكن احطها اكس وواي وزد اهو، يبقى اكس وواي وزد دوت الفيكتور ده اللي هو الان بقى اللي هو 3 ونيجاتيف 5 و4 ايكوال كام؟ ايكوال 5 صح كده؟ طب يلا بينا اعمل دوت عادي يبقى 3x ماينس 5y بلس 4z، دخلي ال 5 دي جوه كده ايكوال 0. تعالى بقى نشوف النقط اللي موجوده دي كلها. تعالى الاول نشوف النقطه اللي موجوده اهي في ايه.
نعوض بيها. هو عايز يقول لك كلهم في سيم سايد ما عدا واحده، صح كده؟ اكسبت واحده. يلا نعوض ب 1 و 2 1. دي هتبقى 3 ماينس 10 بلس 4 ماينس 5. شوف لي ده ايكوال كام. ويلا بينا نجهز البي بالمره. نعوض بنقطه 0 ونيجاتيف 1 و 2. 0 ده هيبقى خلاص 0. نيجاتيف 1 تايم نيجاتيف 5 يبقى بلس 5. بلس 4 تايمز 2 يبقى بلس 8. ماينس ال 5. ونشوف ده هيطلع ايكوال كام. ونشوف السي بالمره. 2 نيجاتيف 3 1. عوض ب 2 كده يبقى ده 6. ونيجاتيف 3 طيب يبقى ده بلس 15. و4 زد يعني 4 تايمز 1 يبقى بلس 4. ماينس ال 5. ونشوف ده برضه هيطلع كام. اخر واحده الدي اللي هي 1 و 2 4. 2 تايمز 1 3 تايمز 1 قصدي ب 3 صح كده. و2 نيجاتيف 5 تايمز 2 يبقى نيجاتيف 10. بلس 4 تايمز 4 يعني 16. ماينس ال 5. وبرضه هنشوف ده كده ايكوال كام. يلا نحسب واحده واحده. ده هيطلع نيجاتيف 7 بلس 4 نيجاتيف 3 ماينس 5 يبقى ده هيطلع نيجاتيف 8. يبقى اول واحد طلع نيجاتيف. نشوف اللي بعده. 5 بلس 8 13. 13 ماينس 5 يطلع 8 يبقى ده بوزيتيف. ماشي. 6 بلس 15 21 بلس 4 25 ماينس 5 20. خلاص هي وضحت ان هي دي. اخر واحده 3 ماينس نيجاتيف 7 بلس 16 يبقى 9 ماينس 5 4. لو خدت بالك كلهم طلعوا بوزيتيف ما عدا دي. يبقى الوحيده اللي مش في نفس السايد معاهم هي اول نقطه اللي هي A. تمام. اللي بعده. The straight line x minus 2 over 3 y minus ماشي اللاين مظبوط وكل حاجه. بيقول لك parallel to the plane. نفس الفكره اللي فاتت لما يبقى لاين بس خلي بالك بقى المره دي. parallel to the plane لما يقول لك line parallel plane. ادي لاين اهو. ادي لاين اهو parallel plane. يبقى الدايركشن بتاع اللاين ايه علاقته بالان بتاع البلين؟ ايوه هيبقوا بيربنديكولار. يبقى المفروض يا مستر ان الدي دوت الان يطلع لي ايكوال 0. تمام. طب الدي بتاع اللاين الحمد لله الكوفيشنتس كلها 1 اهي. يبقى الدي هنا مظبوط 3 و4 و5. دوت بقى هنجرب بقى كل الانات. تعال نجرب اول ان ده اللي هو 2 و1 ونيجاتيف 2 ونعمل دوت. والله لو طلعت 0 يبقى تمام. ده 6 ماشي بلس 4 ماينس 10. الله اكبر طلعت من اول واحده اهي. 6 بلس 4 ب 10 ماينس 10 يبقى طلع 0. يبقى هي الصح طبعا. هي ايه؟ لانه عايز الصح مش اكسبت. تمام. يبقى الاجابه هنا ايه طبعا. اللي بعده يا شباب. The straight line x minus 1 ماشي ده برضو جاي مظبوط وكل حاجه. والبلين ده then which of the following is correct؟ يا ترى اللاين parallel للبلين ولا perpendicular على البلين؟ طب تعالى نرسم. بص يا شباب هو اللاين لو parallel للبلين يبقى الدي والان بيربنديكولار. فتعالى نعمل كده عشان دي تبقى صح. عشان دي تبقى صح لازم الدي بتاع اللاين يبقى بيربنديكولار على الان بتاع البلين. احنا قلنا اللاين والبلين ماشيين عكس بعض. لو باراليل يبقى الدي والان بيربنديكولار. لو بيربنديكولار يبقى الدي والان باراليل. ودي عشان تبقى صح لازم الدي يبقى باراليل للان. طب تعالى نتشيك كده سريعا. نشوف الدول عشان يبقوا بيربنديكولار يبقى الدوت بزيرو. يبقى هنا نعمل 3 و2 ونيجاتيف 1 دوت. الان بتاع البلين اللي هو 1 ونيجاتيف 2 ونيجاتيف 1. 1 ونيجاتيف 2 ونيجاتيف 1. تمام. تعال نشوف الكلام ده هيطلع 0 ولا لا. ده 3 ماينس 4 بلس 1 هيطلع 0. هيطلع 0. يبقى كده دي صح. يبقى كده اقدر اقول يا مستر ان الدي والان بيربنديكولار على بعض. يبقى باراليل بين. اقول له لا ثواني. ما هو ممكن يبقى باراليل صح كده وممكن يبقى سبست. تكير بقى. يبقى احنا كده لغينا دي خلاص. هو لو باراليل اكيد يبقى مش بيربنديكولار خلاص. تمام كده. ولا كاتس البلين ولا كاتس البلين بي. او ممكن بقى لو هو سبست يبقى كات في كل النقط يعني. فتعالى عايز اتشيك هي سبست ولا لا. نعمل ايه؟ قال لك لازم عشان يبقى البلين اتاكد هو فعلا باراليل ولا قصدي سبست من البلين ولا جاست باراليل. لازم نقطه على اللاين تساتسفاي البلين. لازم نقطه على اللاين تساتسفاي ايه؟ البلين. طب في نقطه على اللاين اهي 1 ونيجاتيف 3 و3. تعالى نعمل على جنب كده. في بوينت اسمها ايه مثلا 1 ونيجاتيف 3 و3. والله لو حققت البلين ده يبقى مش بس باراليل يبقى كمان سبست. فتعالى نحط الاكس ب 1 كده هتبقى 1 ماينس 2 تايم نيجاتيف 3 تبقى بلس 6 ماينس الزد اللي هي 3
الكلام ده هيطلع زيرو؟ لا، الكلام ده ما طلعش زيرو. يبقى النقطه دي مش ساتسفاي البلين، يبقى مش سبست كمان، يبقى هو جاست ايه؟ يبقى جاست بارلل للبلين. تمام؟ حلو قوي. السؤال اللي بعده the straight line x over 1 equal y over 2 equal z over 3 with respect to the plane ده. بيقول لك يا ترى بارلل. طب تعالى نشوف، هات لي الدي بتاع اللاين. الحمد لله ايكوال يبقى خلاص الدي اللي تحت ده 1 و2 و3. وهات الان بتاعت البلين اللي هي 1 ونيجاتيف 2 و1. هل دول نفس الريشيو؟ هل كده 1 على 1 هي 2 على نيجاتيف 2؟ لا خلاص، يبقى كده الدي not parallel للان. not parallel يبقى هم ايه؟ مش parallel، يبقى الدي والان، يبقى ال والبلين مش بيربنديكولر. ما هو خلي بالك هم لو parallel يبقوا بيربنديكولر، لو parallel يبقى اللاين والبلين ايه؟ بيربنديكولر، فهم ما طلعوش parallel خلاص. طب تعال نشوف الدوت بتاعهم زيرو كده. تعال نجيب دي دوت الان 1 تايمز 1 ب 1 ماينس 4 بلس 3 0 يبقى كده يا مستر اللاين طالما الدي والان بيربنديكولر، يبقى طالما الدي بيربنديكولر على الان ده معناه ايه؟ ده معناه ان اللاين باراليل للبلين. ده معناه ان اللاين باراليل للبلين. يبقى ذا ستريت لاين بيربنديكولر دي لا، يبقى دي كده لا. ذا ستريت لاين باراليل تو البلين ممكن. ذا ستريت لاين لايز ان ذا بلين برضه هنتشيك هو جاست باراليل ولا لاين ذا بلين. يبقى ناخد النقطه اللي في الخط نتشيك بيها في البلين. يلا يا باشا، مين النقطه اللي في الخط هنا من فوق؟ هي الاوريجن 0 0 0. يبقى النقطه 0 و0 و0 هنتشيك بيها في البلين ده، هنطلع نعوض بيها في ايكويشن البلين. هل هتطلع 0 صح؟ 0 0 0 ماينس 6 لا طبعا مش ساتسفاي، لان هتبقى 0 ماينس 0 بلس 0 ماينس 6. الكلام ده نوت ايكوال الزيرو اللي هناك. يبقى كده مش لاين اون ذا بلين، يبقى هي جاست مين بقى؟ جاست ان هو باراليل تو ذا بلين. تمام. تعالوا يا شباب نشوف السؤال اللي بعده. بيقول the measure of the angle between the straight line. بص، انجل ما بين لاين ولاين، لاين ولاين عادي، يبقى دي 1 ودي 2 ونعمل كوزاين ثيتا عادي اللي هو ابسوليوت دي 1 دوت دي 2 على نورم دي 1 نورم دي 2. طب ما بين بلين وبلين برضو عادي، كوزاين ثيتا ايكوال ان 1 دوت ان 2 فابسوليوت على نورم ان 1 في نورم ان 2. اما انجل ما بين لاين وبلين عندك حل من الاثنين. عايز تشتغلها كوزاين ثيتا ما تنساش تجيب الكومبلمنت في الاخر اللي هي 90 ماينس ثيتا، او نشتغلها ساين ثيتا على طول بقى. صح كده؟ يبقى هنا ساين ثيتا ايكوال، لان ده لاين وبلين، ادي لاين وادي بلين، يبقى عشان اجيب الانجل اللي ما بينهم يبقى ساين ثيتا ايكوال، هنشد خط كده، ابسوليوت الدي بتاع اللاين دوت الان بتاع البلين على نورم الدي في نورم الان. ماشي؟ يلا بينا نحسب بقى. يعني ايكوال، شد خط كده، الدي بتاع اللاين الحمد لله مظبوط 1 1 1، يبقى الدي هيبقى 2 و1 ونيجاتيف 2 دوت الان بتاع البلين 1 و1، ما حدش يقول لي 4 ما فيش زد، يبقى 1 و1 و0 1 و1 و0. هنحط الكلام ده كله في ابسوليوت على نورم الاول اللي هو 4 بلس 1 بلس 4 تمام، في نورم الثاني اللي هو 1 بلس 1 بلس 0. الكلام ده هيطلع الدوت فوق كام؟ 2 بلس 1 3، يبقى هيطلع 3 مش محتاج الابسوليوت خلاص هو بوزيتيف كده، وتحت ده هيبقى 3 في روت 2. يعني الاجابه 1 اوفر روت 2. هو عايز ايه؟ يبقى الانجل 45، الساين ب 1 اوفر روت 2 يبقى الثيتا 45 اللي هي شيفت ساين 1 اوفر روت 2. تمام. اللي بعده يا شباب the point that belong to the plane. بص يا باشا، هي تبان كانها ايكويشن لاين، لا بص هو عمل ايه؟ r equal point بلس t في نقطه، ده بيحدد لاين، والنقطه دي بلس الام ده بيحدد لاين تاني، فكده عملوا بلين. يبقى المنظر ده لو شفت المنظر ده كده r equal point بلس t في فيكتور بلس m في فيكتور تاني، يبقى دي كده ايكويشن بلين. طيب تعال نظبط الدنيا كده. قال لي طب ما تيجي نفصصها بارامترك، نجيب الاكس لوحده والواي لوحده والزد لوحده. يلا، يبقى دي هتبقى اول واحده نيجاتيف 1، مفيش تي خلاص، 0 تي خلاص، بلس ام ده كده الاكس. طب والواي يا مستر؟ 0 بلس 0 تي، ايه ده؟ بلس 0 ام، يبقى كلها بزيرو، يبقى الواي بزيرو. طب الزد 2 بلس تي ماينس ام
بص يا باشا كده النقط كلها الواي بتاعتها بزيرو، فحظك السعيد ان ايه بقى؟ مفيش ولا نقطه في الاختيارات الواي بتاعتها زيرو غير اخر واحده، يبقى الاجابه هنا هتبقى دي. حلو قوي. The equation of the plane which contains the line ده، عايز equation plane بيكونتين اللاين. طب نكتب بس اللاين بشكل حلو كده، البوينت 1 و1 و0 بلس تي في الدايركشن فيكتور اللي هو 2 و1 و4. انا قلت لك حاجتين، عشان بوينت تبقى سوري عشان لاين يبقى جوه بلين او البلين كونتين اللاين، لازم حاجتين. لازم اهو بص كده، ادي البلين عشان اللاين يبقى جواه يبقى يحقق شرط الباراليل، طبعا يحقق شرط الايه؟ الباراليل. طبعا عشان اقول ان لاين باراليل لبلين يبقى الدي والان بيربنديكولار، يبقى لازم الدي مع الان يكونوا بيربنديكولار، يبقى لازم الدوت بتاعهم يبقى زيرو، لازم الدوت بتاعهم يبقى ايه؟ زيرو. يبقى انا لو خدت الدي اللي هو 2 1 و4 يبقى لازم يا شباب الدي بتاعنا، لازم الدي دوت الان يبقى ايكوال زيرو، صح كده؟ لان اتفقنا ان هو اللاين سبست من البلين، يبقى هو يعتبر باراليل للبلين، يبقى لازم الدايركشن مع الان يبقوا بيربنديكولار، فلازم الدي والان يبقوا بيربنديكولار، يعني الدي دوت الان بزيرو. الدي اللي هو ده اللي هو 2 1 و4، لو انت خدت الدي اللي هو 2 و1 و4 دوت، هنجرب مره الان ده ومره الان ده ومره الان ده ومره الان ده، للاسف كلهم هيطلعوا زيرو، كلهم هيطلعوا زيرو. قال لي طب انا احكم ازاي بقى؟ طالما انت جربت كل الانات مع الدي بتاعنا طلع زيرو، احكم ازاي بقى اذا كان اللاين جوه البلين ولا لا؟ يبقى لازم النقطه اللي على اللاين دي، لازم النقطه اللي هي 1 و1 و0 تحقق اللاين، لازم تحقق اللاين. يعني ايه تحقق اللاين؟ يعني لو عوضت بيها هنا تطلع الاجابه صح. مش الار دي نقطه اسمها اكس وواي وزد؟ اه طبعا، يعني 1 و1 و0، حط هنا 1 1 و0 واعمل دوت هنا. يلا 1 تايم نيجاتيف 1، تعال نكتبها هنا يبقى نيجاتيف 1. 1 تايم نيجاتيف 2 بنيجاتيف 2 بلس 0 خلاص يبقى 0. الكلام ده هيطلع كام؟ هيطلع نيجاتيف 3 مش 3، يبقى دي كده مش مظبوطه. تمام؟ طب تعالى ناخد ال1 وال1 وال0 هنا نعمل لها دوت ده، 1 تايمز 1 ب1 بلس 1 تايم 2 ب2 بلس 0، المفروض تطلع 3 يا مستر. طب ما خلاص ده 6، يبقى برضه لا مش دي، يبقى دي كمان غلط. تعالى عند السي، حط 1 و1 و0 مكان الار هنا، 1 تايمز 1 ب1 بلس 1 تايم 2 ب2 بلس 0، الله طلعت 3 زي دي، خلاص يبقى هي دي الوحيده، يبقى السي طبعا. لان تاني الشرط الاولاني طلعهم كلهم ما شاء الله الدوت بزيرو، يبقى كلهم ينفعوا، يبقى لازم النقطه تحقق اللاين، والنقطه اقدر احطها مكان الار واعمل دوت، والله لو طلعت الرقم اللي هنا يبقى النقطه دي تمام، يبقى النقطه في اللاين وفي البلين وفي نفس الوقت هما باراليل، يبقى كده اللاين سبست من البلين او البلين كونتينز ذا لاين. اللي بعده يا شباب، The equation of the plane which contains the straight line whose equation، نكتب شكل الايكويشن بتاعت اللاين كده، x over 1 equal y over 1 equal z over 2، half الزد يعني z over 2. يبقى كده البوينت اللي على اللاين هي مين؟ الاول الدايركشن فيكتور اهو هيبقى 1 و1 و2، والبوينت هتبقى 0 0 0 اللي هي الاوريجن يعني، ودي سهل التعويض بيها ان انا اجرب بيها. طيب هو بيقول لك and passes through the point، هو عايز equation البلين which contains اللاين ده وايه؟ وبيعدي على النقطه دي. طب استنى لو رسمنا الرسمه برضو، ادي البلين contains لاين معين، صح كده؟ يبقى يا مستر الدايركشن بتاع اللاين عامل كده، صح؟ والان بتاع البلين عامل كده، يبقى الدي والان برضو لازم يكونوا ايه؟ لازم يكونوا بيربنديكولار. يبقى انا هاخد الدي دوت الان اللي هنا واشوفه هيطلع زيرو ولا لا. تعال نحسب كده، تعال نحسب الدي دوت الان لانه لازم يطلع زيرو، لازم يطلع زيرو. فتعال حط لي بقى الدي بتاعنا اللي هو 1 1 2 دوت الدي اللي دوت الان اللي هنا، 1 تايمز 1 ب 1 ماينس 1 هتبقى 0 بلس 1، لا ده مش هيطلع زيرو، ده مش هيطلع زيرو، يبقى ده ما ينفعش، يبقى هنا الدوت ما طلعش زيرو. تعال نجربها اهي اهو، 1 و1 و2 دوت هنا 1 ونيجاتيف 1 ونيجاتيف 1 1 ونيجاتيف 1 ونيجاتيف 1 1 بلس 1 1 تايمز 1 قصدي 1 ماينس 1 0 بلس ماينس 2، لا ده مش هيطلع زيرو، خلاص يبقى فعلا اول واحده ما ينفعش. طب تعال نشوف الثاني اللي هو بي،
هناخد برضو نفس الدي بتاعنا اللي هو 1 و1 و2 دوت هنا 1 و2 و3 1 بلس 2 3 بلس لا برضو ده مش زيرو، يبقى ده ما ينفعش خلاص، يبقى ده كمان ما ينفعش. تعال ناخد 1 و1 و2 تاني دوت الان اللي هنا اللي هو 1 ونيجاتيف 1 و1 1 ونيجاتيف 1 و1 هيطلع 1 ماينس 1 0 بلس 2 لا برضو ده نوت 0 خلاص، يبقى ده كمان ما ينفعش، يبقى هو مفيش غير الرابع بقى. نجرب بقى اخر واحده عشان نتاكد كده، يبقى 1 و1 و2 دوت 1 و1 ونيجاتيف 1 1 و1 ونيجاتيف 1 1 تايمز 1 ب 1 بلس 1 يبقى 2 ماينس 2 ايوه هي دي الوحيده اللي طلعت 0. خلاص طالما هي دي الوحيده خلاص ما تتعبش قلبك، يبقى الموضوع ده الوحيد اللي حقق الشرط الاول، مفيش حد تاني حقق الشرط الاول خلاص، يبقى مش هروح اتشيك بقى بالنقط خلاص، يبقى كده تمام. اللي بعده if the projection of the point O اللي هي الاوريجن on the plane ده is M. يعني بص في نقطه اسمها اوريجن اللي هي 0 0 0 اهي نقطه اسمها O، لو وقعت على البلين ده هتقع مكان الام، هتبقى ام، وهو مديني الاثنين صح كده؟ بيقول لك بقى if the projection of the point O on the plane P is M then the equation of this plane is ايه بقى؟ طب بص يا باشا، انا دلوقتي لو خدت النقطه OM، لو جبت الفيكتور ده مش ده يبقى هو الان صح طبعا، يبقى OM اللي هو M minus O اللي هو يعتبر الام نفسها اللي هي 2 و3 و1، يبقى انا كده معايا ده كده اقدر اعتبره ان هو الان للبلين. طب شوف كده بص الاختيارات 2 3 1 ده 2 3 1 برضو، بس دول لا، يبقى خلاص انا كده كنسلت ده وكنسلت ده صح. قال لي طيب هتشيك بايه؟ انا هتشيك بنقطه ام، لو انا مش عايز اتعب كتير يعني واروح اعمل ان دوت ار ايكوال ان دوت ايه، هتشيك بنقطه ام لان نقطه ام هي اللي في البلين اللي هي النقطه 2 و3 و1، لو حققت واحد فيهم يبقى تمام. حط لي هنا مثلا 2 تايم 2 هتبقى دي كده 4 بلس 3 تايم 3 9 حلو بلس الزد اللي هي 1، الكلام ده طلع 14 ماينس 14 0 يبقى هي دي خلاص صح كده؟ لانك لو جربت الاخيره مش هتطلع 0 طبعا، هيطلع 4 بلس 9 بلس 1 لا طبعا 14 مش 0، يبقى الاجابه الصح هنا هي مين؟ هي ايه؟ اللي بعده يا شباب the image of the point نيجاتيف 2 و 3 ونيجاتيف 4 باي ريفليكشن ان اكس زد بلين. قلت لك قبل كده عشان تجيب ريفليكشن على اكس زد بلين بنغير الواي، غير بروجيكشن على اكس زد بلين لو وقعت على الاكس زد بلين نخلي الواي بزيرو، انما لو عملت لها ريفليكشن على الاكس زد بلين يبقى نغير اشاره الواي، يبقى بدل ما هي نيجاتيف 2 و 3 ونيجاتيف 4 هتبقى هنغير الواي ده هيبقى نيجاتيف 2 ونيجاتيف 3 ونيجاتيف 4 اللي هي سي. ماشي اللي بعده يا شباب the two non-parallel straight lines وبيديك الايكويشن بتاعت الاثنين lie on the same plane if A. يعني بص لو انا عندي خطين مش بارلل امتى يبقوا انترسكت يعني وبيقعوا في بلين واحد؟ قال لك بص بقى الشرط لو انت خدت نقطه على اللاين ده اللي هي مين؟ اللي هي A1 مثلا، لو انا خدت نقطه على اللاين الاولاني اللي هي اسمها A1 ونقطه على اللاين الثاني اللي هي A2، المفروض ان انت لو وصلت ما بين النقطتين دول وجبت فيكتور، يعني لو انت جبت الفيكتور اللي هو A1 A2، ما هو النقطه هنا اسمها A1 والنقطه هنا اسمها A2، يبقى انت المفروض ان انت لو جبت الفيكتور اللي هو اسمه A1 A2 ماله بقى؟ المفروض ان هو يطلع باراليل للبلين، المفروض ان هو يبقى باراليل للبلين اللي كونتينز الاثنين، يبقى المفروض يبقى بيربنديكولار على مين؟ بيربنديكولار على الان بتاعتهم صح كده؟ يبقى الدايركشن يبقى بيربنديكولار على الان بتاعتهم. طب الان بتاعت الخطين دول هنجيبها ازاي؟ المفروض ده يبقى كده بيربنديكولار على الان بتاعت البلين صح يا مستر. طب الان بتاعت الخطين هنجيبها ازاي؟ ايوه برافو عليك، هنعمل كروس لدي 1 ودي 2 كده انت كانك جبت الان بتاعت البلين، والاي 1 اي 2 ممكن اكتبها اي 2 ماينس اي 1 او اي 1 ماينس اي 2 مش هتفرق معايا كفيكتور يعني، او قصدي كدايركشن فيكتور يعني ماينس اي 2 صح. والبربنديكولار معناها ايه؟ معناها دوت، وعشان يبقوا بربنديكولار معناها ان الدوت بكام؟ بزيرو، يبقى الاجابه الصح طبعا هي مين؟ هي سي. ماشي اللي بعده the equation of the plane which bisect the line between the two points. بص يا باشا may equal ايه؟ هو بيقول لك دلوقتي في لاين ماشي، في بيبدا بنقطه اسمها 2 و3 و4 2 و3 و4
ونقطه تاني هنا 6 و7 و8 6 و7 و8. هو عايز ايكويجن البلين اللي بيبايسكت اللاين بتوين ذم. يعني البلين هيعدي فين؟ البلين المطلوب هيعدي من النص بالظبط. قال لي طب ما انا اقدر اطلع لك النقطه اللي في النص دي. خلاص يبقى السي هتبقى ايكوال A بلس البي ديفايدد 2. اعتبر دي الاي ودي البي، يبقى هتطلع معانا 4 و5 و6. تمام؟ هتلاقي ال4 وال5 وال6 دي بتحقق بلين واحد من دول. حط كده 4 و5 9 بلس 6 15 ماينس 15 0. يبقى هي دي خلاص يا مستر، لانه بيقول لك may equal، يبقى هي اكيد هتحقق بلين واحد لان البلين بيعدي من على النقطه دي. عايز تتشيك الباقيين 4 ماينس 5 بنيجاتيف 1 ماينس 6 بنيجاتيف 7. لا مش زيرو، مش هتطلع زيرو. دي ماينس الاخيره لا برضو مش هتطلع زيرو، وهنا لا مش هتطلع زيرو. يبقى هي الاجابه الصح طبعا هي ايه؟ اللي بعده the angle between the line and the plane. قلنا لاين وبلين يبقى ما نشتغلش كوزاين، نشتغلها ساين ثيتا equal absolute الدي بتاع اللاين اللي هو ده نيجاتيف 1 و1 و1 نيجاتيف 1 نيجاتيف 1 و1 و1 دوت الان بتاع البلين اللي هو ده 3 و2 ونيجاتيف 1 على نورم الاول 1 بلس 1 بلس 1 هيطلع روت 3، ونورم الثاني 9 و4 13 بلس 1 يبقى روت 14. تمام كده. اعمل دوت فوق بسرعه كده، يبقى كده ايه؟ نيجاتيف 3 بلس 2 نيجاتيف 1 ماينس 1 هتبقى نيجاتيف 2 في الابسوليوت تبقى 2، وتحت لو ضربت دول في بعض هيبقى روت 42. ودي ساين يبقى الاجابه هتبقى شيفت ساين 2 على روت 42 اللي هي سي. حلو قوي. اللي بعده the point A is the image of the point N by reflection على XY plane. استنى، يبقى انا كده معايا نقطه اسمها N 1 و2 و3، وقال لك ان البوينت A، تعال نعملها بلون تاني اهي، البوينت A هي الايمج بتاعتها باي ريفليكشن على مين؟ ريفليكشن على اكس واي. ولما نعمل ريفليكشن على اكس واي يبقى البوينت A هنعمل ايه؟ قلنا ريفليكشن على الاكس واي يبقى بنغير الزد، يبقى نخليها 1 و2 ونيجاتيف 3. طيب وهنا بيقول يا شباب بان نقطه B هي الايمج بتاعت الاي، خلاص يبقى البي هنجيبها من الاي by rotation about the origin 180 degree. لما يقول لك ان انا بلف about الاوريجن 180 بالظبط يبقى بنغير الاشارات كلها. يعني دي هتبقى نيجاتيف 1 ونيجاتيف 2 و3. يبقى لو قال بنلف 180 about الاوريجن يبقى نغير الثلاثه. انما لو قال لك بنلف 180 about الاكس اكسس مثلا يبقى بنغير الواي والزد. طب 180 about الزد اكسس يبقى بغير الاكس والواي بس، وهكذا. طيب واخيرا بقى نقطه سي. تعال نشوف نقطه سي. قال لك سي هي الايمج بتاع البي، ماشي، يبقى نجيب السي من البي. حصل لها ايه بقى؟ by translation 5 units in the positive direction of y axis. يعني الواي هيتحرك 5 يونت ناحيه البوزيتيف، يعني نزود هنا 5، يبقى نعمل بلس 5 للواي بس. فدي هتفضل زي ما هي نيجاتيف 1، وده هيبقى 3، ودي هتفضل 3 زي ما هي، يبقى نيجاتيف 1 3 3 اللي هي دي. ماشي. اللي بعده if the point 2 1 و 3 is the projection of the point x1 y1 و 6 on the plane ده. نرسم البلين، ادي البلين اهو، وبيقول لك ان البوينت بي هي البروجيكشن بتاع الاي. تمام كده؟ يعني البي هي اللي في الارض اهو، بص كده، البي هي البروجيكشن بتاع الاي، يبقى الاي فوق ما اعرفهاش x1 y1 و6، والبي هي البروجيكشن بتاعها على البلين، يعني البي هي اللي جوه البلين، البي اللي هي 2 1 و3. هو عايز يعرف ايه بقى؟ عايز يعرف الاكس 1 تايمز الاكس 2 بكام. طب بص يا باشا، مش الاي بي كده او بي اي هو الان؟ يعني انا اقدر اقول يا مستر ان الان هو البي اي صح؟ او اي بي اللي هي اي ماينس بي. يلا بينا اعمل اي ماينس بي، يبقى اكس 1 ماينس 2 كوما واي 1 ماينس 1 كوما 6 ماينس 3 اللي هي 3. ده كده الان صح؟ طب ما هو الان هنا في ان معانا هنا ده اللي هو 2 1 و1 صح؟ يبقى دول نفس الريشيو. ما هو الان الثاني، ما هو ما انا اقدر اقول ان الان ممكن اضربه في اي رقم. يعني انا عندي الان اللي هو مدولي في البلين كام وكام؟ 2 و1
و A و1 هيدوني نفس الريشيو؟ طبعا، لان الN بتاعه اهو، ده الN بتاعه صح؟ طب يلا بينا بقى، يبقى الريشيو دي كلها واحده، يبقى x1 او ممكن نكتبها ايه x بس اهي x1 minus 2 over ال 2 equal y1 minus ال 1 over ال 1 equal 3 over 1 بس. يبقى ده كده ب 3 هنطلع منه الاكس 1 بكام بقى؟ 2 times 3 6 وبعد كده minus 2 يبقى الاكس 1 ب 8 والواي 1 ده هيبقى 3 يبقى الواي 1 ب 4. هو عايز التايمز بتاعهم 8 ملتبلاي 4 يبقى 32 يبقى الاجابه سي. ماشي اللي بعده. If the distance between the point A and the plane B is 16 units. ماشي، في distance ما بين point وبلين، ادي بلين اهو. بيقول لك الديستنس ما بين البوينت A، نرسم البوينت A هنا اهو لغايه البلين ده. قال لك الديستنس دي، تعالى بس نكبرها شويه اهو. الديستنس ما بين البوينت والبلين ده هنا مثلا دي كده 16 يونت، دي كده 16 كلها. ماشي. and the straight line passing through A intersect البلين في نقطه اسمها B. يعني في لاين بيعدي على الاي اهو، بيعدي على الاي كده وبينترسكت البلين في نقطه اسمها ايه؟ في نقطه اسمها بي. يبقى في لاين اهو بيعدي على نقطه ايه؟ بيعدي على نقطه ايه وبينترسكت البلين في نقطه اسمها ايه؟ بي. تمام. كمل كده. and make an angle of measure theta with the plane. يعني قال لك ان الثيتا اللي تحت دي الانجل اللي هي دي كده دي اسمها ثيتا. واداك تان الثيتا، قال لي تان الثيتا ايكوال كام؟ 8 اوفر 15 اللي هي تعتبر اوبوزيت اللي هو 16 اوفر الادجيسنت اللي هو الحته دي اللي انا ممكن اسميها اكس دلوقتي مثلا ايكوال 8 اوفر 15. اعمل كروس مالتيبيكيشن كده يطلع الاكس بكام بقى؟ يطلع الاكس ب 30. يطلع الاكس ب 30. ماشي. طب هل ال 30 دي اللي هو عايزها يعني؟ هو عايز، بص البروجيكشن بتاع الاي بي اون ذا بلين، يبقى هو ده فعلا البروجيكشن بتاع الاي بي اون ذا بلين، يبقى هو عايز الاكس دي. خلاص يبقى الاجابه 30 اللي هي ايه؟ اللي بعده. The measure of the angle between the straight line and the plane. قلنا measure ما بين line وبلين يبقى sin theta equal absolute. الحمد لله هنا الدي مظبوط، الدي اللي هو 2 ونيجاتيف 1 و A دوت الN بتاع البلين اللي هو 3 و2 و1 على نورم الاول 2 باور 2 4 بلس 1 يبقى 5 بلس A سكوير، وهنا نورم الثاني 9 و4 13 بلس 1 يبقى روت 14. تمام كده؟ ساين ثيتا هو قال لك ان الانجل ب 30، ساين 30 بهاف. تمام كده؟ اعمل دوت 2 تايمز 3 6 ماينس 2 يبقى 4 بلس A، وتحت زي ما هو 5 بلس A سكوير وهنا روت 14. ماشي. هنعمل طبعا كروس مالتيبيكيشن او نعمل باور 2 في الناحيتين لو عايز. يبقى باور 2 في الناحيتين هيبقى 1 اوفر 4 ايكوال هنا 4 بلس A اوفر هنا باور 2 يبقى 14 في البراكت ده يبقى 14 في 5 بلس A سكوير. انت لو جربت بقى الاختيارات هي مين فيهم اللي بتحقق الكلام ده كله هتطلع معاك على طول. غير كده هتقعد بقى تفك البراكت باور 2 وتوزع والدنيا دي كلها هتوصل للاجابه. ولما تعمل بقى تفك البراكت وتوزع وتعمل بعد كده مود 5 3 هيطلع اجابتين. هيطلع الاي يا اما ب 3 يا اما الاي ب 1 اوفر 5. هو عايز ايه بقى؟ قال لك ان الاي ده بيلونجز لمين؟ قال لك الاي بيلونجز تو زد يعني انتجر، يبقى هو مين؟ هو 3 بس، يبقى الاجابه هنا سي. ماشي. اللي بعده يا شباب. If the point 4 و negative 1 و 3 is the image of the point 2 1 1 by reflection on a plane, then equation of plane is A. بص هو لما يبقى عندك point reflection لبوينت على بلين، ادي بلين اهو. في بوينت هنا الريفليكشن بتاعها هيبقى فين؟ هيبان الناحيه الثانيه هنا كده، صح كده؟ يبقى البوينت دي هي الريفليكشن بتاع دي، يعني واحده منهم فوق 4 ونيجاتيف 1 و3 وليكن A، الريفليكشن بتاعها مثلا ممكن يكون بي الناحيه الثانيه اللي هو 2 1 1. خلي بالك لا دي على البلين ولا دي على البلين، امال مين اللي على البلين؟ اللي هي الميد بوينت بتاعتهم اللي انا ممكن اسميها سي.
يبقى هي دي اللي هتبقى ايه موجوده في البلين المطلوب. يبقى السي هتبقى ايكوال A بلس البي ديفايد 2. هتطلع كام بقى؟ 3 وده بلس ده هيبقى 0 و3 بلس 1 يبقى 2. هنجرب بقى نشوف كده. نشوف على فكره انا ممكن اجيب كمان الان، يعني انا ممكن اجيب الان اللي هو اي بي على فكره، لان هو هيبقى بيربنديكولار اهو، فانا ممكن اجيب الان اللي هو اي بي فيكتور اللي هو بي ماينس اي، ده يعتبر هو الان بتاع البلين خلاص كده. يبقى نعمل 2 ماينس 4 بنيجاتيف 2، او على فكره ممكن اعملها ده ماينس ده عادي، يعني عايز تعملها 2 ماينس 4 ماشي، نيجاتيف 2 و2 ونيجاتيف 2. بص كده قال لك طيب لو انا ينفع اقسمهم كلهم على 2، ينفع اقسمهم كلهم على 2، يبقى نيجاتيف 1 و1 ونيجاتيف 1 نيجاتيف 1، او ممكن اضرب في نيجاتيف 1 كمان، يبقى ممكن اقول كده 1 ونيجاتيف 1 و1 ينفع اهو، 1 ونيجاتيف 1 و1 هو ده الوحيد تقريبا اللي يظبط. وعايز تشيك برضو تشيك بالبوينت، 3 ماينس 0 بلس 2 تطلع 5 صح، يبقى ده حقق لك الان اهو يا سيدي، يبقى الان تمام مظبوط، والبوينت لما جيت جربت بيها طلعت معانا صح فين؟ في A. 47 if theta is the measure of the angle between the plane ده if theta is the measure of the angle that the plane makes with the positive direction of x axis، يبقى ساين ثيتا بكام؟ ماشي، يبقى انا كده عايز انجل ما بين البلين والاكس اكسس. طب ما هو الاكس اكسس يا مستر ده لاين، طب والدايركشن بتاعه ايه بتاع الاكس اكسس؟ قال لك 1 و0 0 صح، ومعايا الان بتاع البلين اهو 2 ونيجاتيف 3 و6، يبقى ده لاين وبلين، يبقى ساين ثيتا ابسوليوت. يلا اعمل دوت كده، ممكن نعمل اهو ابسوليوت على طول، 1 تايم 2 ب 2 بلس 0 بلس 0 خلاص، 2 بلس 0 بلس 0 اوفر على نورم الاول اللي هو هيبقى 1، ونورم الثاني 4 بلس 9 13 بلس 36 يبقى 49. تمام كده؟ ايه ده؟ يبقى الساين كده 2 اوفر 7. 2 اوفر 7 اهي، هو عايز ساين الثيتا اهي، يبقى ساين ثيتا 2 اوفر 7 اللي هي بي. السؤال اللي بعد كده عندي لاين اهو ميك ان انجل اوف ميجر ال وام وان وازاي. بص خلي بالك هو اداك انجل مين؟ الانجل قال لك ميكس انجلز اوف ميجرز ال، يعني ده الميجر وده الميجر وده الميجر، مع مين بقى؟ مع الاكس واي بلين، مع الاكس واي بلين ومع الواي زد بلين ومع الاكس زد بلين. مديك الميجرز مع البلينز مش مع الاكسيس، خلي بالك مع البلينز مش مع الاكسيس. بص لو انا قلت لك ان في لاين بيعمل انجل مع الاكس واي بلين مثلا، خلي بالك دي الارض مثلا، لو انا قلت لك بيعمل مع الاكس واي بلين 60، يبقى الثيتا زد بكام؟ ايوه ب 30 اللي هي الكومبلمنت بتاعتها صح كده؟ يبقى لو هو بيميل على الارض على البلين بانجل 60، يبقى بيميل على الزد اكسس بانجل 30 اللي هي الكومبلمنت صح؟ يبقى افهم من كده يا مستر ان ال دي بقى مش هي الثيتا اكس، الكومبلمنت بتاعها هو اللي يبقى ايه؟ هو اللي يبقى ثيتا اكس او ثيتا واي او ثيتا زد. يعني انا كده عندي ثيتا اكس عايز اجيبها وثيتا واي وثيتا زد، هل هم ال والام والان؟ لا، ده قال لك الانجلز مع البلينز، يبقى ال دي كانت مين؟ مع الاكس واي بلين، يبقى عشان اجيب ثيتا زد يبقى 90. بص كده عشان اجيب ثيتا زد يبقى 90 ماينس ال صح كده؟ طب والام كانت مع الواي زد بلين، يبقى ثيتا اكس 90 ماينس الام. طب ومع الثيتا واي اللي هي مع الاكس زد بلين اللي هي اسمها ان، يبقى دي 90 ماينس الان. يبقى لو حضرتك طبقت القانون بقى بتاع الكوزاينات اللي هو بيقول ايه؟ كوزاين سكوير ثيتا اكس اللي هي دي 90 ماينس ام بلس كوزاين سكوير ثيتا واي اللي هي 90 ماينس ان بلس كوزاين سكوير ثيتا زد اللي هي 90 ماينس ال، المفروض الكلام ده كله يطلع 1 صح كده؟ طب هو مش عايز كده وعايز ساينات يا حبيبي، ما خلاص انت كده خلصت، ما هي 90 ماينس بتقلبها ساين خلاص، يبقى دي كانها ساين سكوير الام بس، ودي هتبقى ساين سكوير الان، ودي هتبقى ساين سكوير ال، الكلام ايكوال 1. يبقى الاجابه هنا ايه؟ بيضحك عليك عشان انت تقول 2، لان انت حافظ ان الكوزاينات ب1 والساينات ب2، بس لو الانجلز دي مع الاكسيز، انما لو الانجلز مع البلينز يبقى العكس. فاهمني كده؟ تمام. اللي بعده اخر سؤال يا شباب،
بيقول دلوقتي if the plane BCX و A plus ACY plus ABZ equal ABC intercept the coordinates axes عند 3 نقط اسمهم K و N و M ماشي respectively and the plane BCX في بلين تاني بينترسكت في 3 نقط تانيين، عايز يعرف الشكل اللي هيطلع ده شكله ايه او اسمه ايه. طيب انا بص تعالى كده انا جبت لك البلين هنا عشان تعرف الانترسبتد بارتس. انا هقسم هنا على ABC، يبقى لازم ده كمان على ABC وده كمان على ABC وده كمان على ABC. هيطلع ايه بقى معايا؟ هنا البي سي هتروح مع البي سي هيبقى لك اكس اوفر اي، وهنا واي اوفر بي عشان الاي سي هيروح مع الاي سي، وهنا زد اوفر السي ايكوال 1. صح كده؟ يبقى بص هو كان قايل، وتعالى برضو نجهز دي بالمره. هنقسم هنا على مين؟ على نيجاتيف اي بي سي، نيجاتيف اي بي سي، وهنا على نيجاتيف اي بي سي، وهنا على نيجاتيف اي بي سي، وهنا على نيجاتيف اي بي سي. هيبقى لك هنا ايه؟ اكس اوفر نيجاتيف اي بلس واي اوفر نيجاتيف في بلس زد اوفر نيجاتيف سي. صح كده؟ لا دي هتبقى بوزيتيف سي بقى لان الاخيره كانت نيجاتيف اصلا اهي، نيجاتيف على نيجاتيف يبقى دي سي خلاص. تمام؟ وهنا برضو ايكوال كام؟ 1. قال لك بص تعالى نرجع لحظه كده. كان قايل لك الثلاث نقط اللي هم الاولانيين كي وان وام. تعال نرسمهم بقى. بص يا باشا هنرسم الاكس اكسس والواي اكسس والزد اكسس اهو كده وكده. ادي اكس اكسس، واي اكسس، زد اكسس. يبقى الثلاث نقط دول هيبقوا كي، الايه اللي هي كي وام وان. استنى نشوف الترتيب كده. كي وان وام بالترتيب، كي وان وام. ماشي. يبقى الكي هتبقى فين؟ الكي هتبقى هنا على الاكس اكسس، والان هتبقى على الواي اكسس، والام هتبقى على الزد اكسس. صح؟ ماشي تمام. طيب الثلاثه التانيين بقى بص كده كان اسمهم ايه؟ معلش لحظه اهي. هي دي التانيين كي داش ان داش ام برضو. طب ليه مثبت الام؟ عشان طلعت هي لو خدت بالك. بص كده لو خدت بالك دي طلعت هي دي. يبقى كي داش، يبقى كي داش هيبقى فين يا شباب؟ هيبقى على الناحيه الثانيه. لان بالك دي ايه ودي نيجاتيف ايه، يبقى هتبقى على الناحيه الثانيه من اللاين اهو. بص كده لو انا هطول بقى الاكس داش كده هتبقى الكي داش هنا على نفس المسافه من هنا، يبقى دي كده الكي داش تقريبا. طب والان داش؟ الان داش هتبقى في الواي الناحيه الثانيه، يبقى نطول الواي اكسس برضو الناحيه الثانيه اهو. يبقى الان داش الناحيه الثانيه خليها ان كابيتال اهي، والان داش على نفس المسافه من هنا لان هي نفس الرقم بس بالنيجاتيف، يبقى ان داش الناحيه دي. قال لي بقى خلاص كده. والثالثه هي الام نفسها لان السي هو السي خلاص، يبقى هي على الزد اكسس من فوق. عايز الشكل اللي طلع ده ايه؟ بص يا باشا انا لو وصلت كده وكده وكده وكده، دي كده تعتبر ايه؟ دي كده كل ده في الارض، كل ده في الارض لان ده كله على الاكس واي بلين. صح كده؟ الام بقى هي اللي فوق. يبقى انت كده لو وصلت المنظر ده يبقى انت بترسم شكل ايه ده؟ انا شايف ان انا كده برسم شكل بيراميد. صح؟ طب هل ده، بص بقى تعال نشوف الاختيارات. انا برضو راسمها لك بشكل نظيف في الحته اللي بعدها. بص كده اهي ودي الاختيارات اللي موجوده. بص يا باشا هل ده يعتبر، تعال نقرا من اول هنا، نقرا من دي مثلا ريجولار تراينجلر بيراميد. يعني ايه تراينجلر بيراميد؟ يعني المفروض البيس تبقى تراينجل. بذمتك هل هنا البيس تراينجل؟ لا، يبقى مستر دي كده غلط. رايت تراينجل برضو لا، لان تراينجلر بيراميد معناها البيس تراينجل، هي البيس مش تراينجل. طب هي بقى رايت بيراميد ولا ريجولار كوادريلاترال بيراميد؟ هو كواد، بس حد قال لك ان ده ريجولار؟ اكيد لا، لان انا ما قلتش الان والكي قد بعض، انا ما قلتش كده المسافات دي كلها قد بعض. تمام؟ يبقى هو بس جاست رايت بيراميد عشان الهايت نازل في السنتر، الهايت نازل في السنتر بتاع الشكل، لان فعلا الحته دي كانت كي ونيجاتيف كي عكس الاشاره بتاعتها، فكده الدياجونالز بايسكت ايتش اذر، يبقى كده الفيرتكس نازله في السنتر، وطالما الفيرتكس نازله في السنتر يبقى ده بيسموه ايه يا حبيبي؟ بيسموه رايت بيراميد بس، مش ريجولار كوادريلاترال ايه؟ بيراميد. لغايه هنا يا شباب يبقى خلص معانا اكسرسايز 2 في السوليد جيومتري في يونت 2. اشوفكم ان شاء الله في الاكسرسايز الاخير في اليونت، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.